في يوم من الأيام بنلاقي شاب في مكتبه بيخلص الشغل بتاعه وبيبقى هيمشي خلاص مع زمايله في العمل، بس هو بيقول لهم لأ، أنا قاعد شوية لسه معايا شغل وكده كده محدش مستنيني في البيت لو رجعت يعني. وبيقعد شوية يخلص الشغل اللي وراه وبيلم حاجته وبيطلع من الشغل وبيبقى مروح، بس هو في الطريق بتيجي عربية وبتخبطه وبيموت الشاب. بس فجأة بيلاقي الشاب نفسه في عالم تاني وإنه بقى طفل رضيع وبيبقى فيه راجل عجوز شايله، والجو بيبقى مطرة شديدة. وبعد مرور السنين بيكبر الولد وبيبقى اسمه شين، وبيبقى الراجل العجوز اللي شايله ده هو اللي اتبناه على إنه حفيده. وبيبقى شين عايش في الغابة دي هو وجده، وبيصطاد شين الحيوانات البرية باستخدام السحر اللي هو شيء طبيعي في العالم ده علشان يتناولوا الطعام. وطبعا شين بيبقى فاكر كل ذكرياته من حياته القديمة، بس مش فاكر هو مات ازاي. وبيرجع شين لجده على طول في المنزل وبيرحب بيه الجد وبيقول له انت عملت ايه في رحلة الصيد بتاعتك. وبنعرف ان الجد اسمه مارلين، فبيبتسم شين وبيفتح الحقيبة بتاعته وبيطلع كل الحيوانات اللي اصطادها. وبيقول الجد لشين انت اصطدت الحيوانات دي بسهم الرياح مش كده؟ فبيقول له شين ايوه، مش ده هو الافضل في الصيد؟ وبنعرف من شين ان الجد مارلين ماهر جدا وعنده معرفة كبيرة جدا بالسحر، وبيحب الجد انه يشوف شين عامل ايه مع سحر النار. فبيقول له اشعل مجموعة الخشب اللي هناك دي. فبيتحمس شين جدا وبيشعلها بسرعة، وبيندهش الجد جدا من قدرة شين المذهلة في استعمال السحر بمهارة كبيرة. وفي الوقت ده بتيجي جدة شين وبيكون اسمها ميليدا، وبيكون معاها صديق العائلة ميشيل. وبيقول الجد لشين انه مش لازم يعتمد على السحر بس، لا ده لازم يتعلم فنون القتال كمان كويس. فبيتحمس شين جدا في الوقت ده. وفي اللحظة دي بتعرف الجدة ان شين راح لصيد الحيوانات لوحده، فبتزعق له الجدة لانه راح في مغامره خطيره زي دي لوحده. فبيقول لها شين لا مفيش اي وضع خطير في الصيد خالص، وانه كمان استخدم الادوات السحريه اللي صنعوها سوا. فبتبقى الجده مش عارفه ترد عليه وبتقول يا رب فين العالم اللي فيه طفل عنده 8 سنين بيروح يصطاد لوحده. فبيرد عليها شين بكل براءه انا اهو. فبتتعصب الجده اكتر وبتقول له بس يهبل. فبيقول لها الجد انها تهدى لانها عارفه قد ايه شين موهوب في السحر وقوي جدا، وان الغابه بالنسبه له زي حديقه المنزل بالظبط. وبيستغرب ميشيل كمان من قوه شين، فبيقول له انا من اللحظه دي هكثف قوه التدريب بتاعتك على الفنون القتاليه. فبيتضايق شين وبيقول له لا والنبي بلاش، وبيفضلوا يضحكوا عليه. وبياخد الجد شين لصيد الوحوش الملعونه. وبعد مرور عامين بيبقى شين ماشي مع الجد في الغابه، وبياخد الجد شين لصيد الوحوش الملعونه في الغابه. وبيقول له الجد انه جه الوقت المناسب بما انه تم العشر سنوات علشان يجرب صيد الوحوش الملعونه دي. وبيحكي الجد لشين عن الوحوش الملعونه دي وعن ان البشر كمان ممكن يتحولوا بسبب الطاقه الملعونه. فبيقول له شين ايوه هو عارف ده لان جده كان حكى له على حكايه البشر اللي اتلعن وكان هيدمر البشريه، لولا ان جده خلص على الوحش ده وانقذ البلده. ولغايه دلوقتي يعتبر الجد بطل للبشريه. وبيبدا الجد بعد كده اول درس لتعليم شين وهو البحث عن الوحوش الملعونه دي عن طريق السحر، وبيفهمه ان ده عن طريق نشر طاقته السحريه برفق حواليه، وبيبدا ينشرها حواليه على نطاق كبير جدا. والسحر ده اسمه سحر البحث. واول ما طاقه غريبه تدخل نطاق السحر بتاعه بيعرف على طول ان دي الطاقه المشؤومه بتاعت الوحوش الملعونه. بس السحر ده طبعا محتاج تحكم كبير جدا في الطاقه السحريه. وفي اللحظه اللي بيخلص فيها الجد الشرح لشين بيبدا شين في استخدام السحر بشكل طبيعي خالص، وبيندهش الجد كالعاده. وفعلا بيحس شين بكل الكائنات الحيه اللي في الغابه، وفعلا بيحس شين في اللحظه دي بطاقه مشؤومه في الغابه. فبيقول له الجد هي دي الطاقه السحريه بتاعت الوحوش الملعونه. وبينطلق شين بسرعه كبيره على الوحش وبيخلص عليه بسرعه البرق بضربه واحده. وفي الضربه الواحده دي بيقطع راسه لدرجه ان الجد بيبقى مندهش من المشهد اللي حصل قدامه. وبيسال شين الجد بعد كده عن رايه في اللي عمله، فبيقول له الجد ان هو عمله على افضل وجه. فبيفرح شين جدا انه نجح في القضاء على الوحش. وبيسال الجد بعد كده شين عن نوع السحر اللي حطه على سيفه وهو بيواجه الوحش. فبيتردد شين في اللحظه دي لانه اخترع فعلا تعويذه سحريه جديده. وفي المساء بيحكي الجد للجده ومشيل ان شين خلص على دب ملعون في هجوم واحد بس قوي من غير اي مساعده منه نهائي. وبيبقى الكل مندهش من قوه شين المذهله كالعاده. وبتقول الجده ان شين مذهل في سحر الفنون القتاليه، حتى موهبته في الفنون القتاليه تعتبر نفس موهبه ميشيل في القتال. وبيفضلوا يتكلموا بعد كده عن قد ايه هم بيحبوا شين جدا. وفي صباح اليوم التالي بيخلص شين تدريبه مع ميشيل، وبيساله جده ايه خلصت التدريب بتاعك النهارده؟ فبيرد عليه شين ان ميشيل بقى شديد عليه في التدريب قوي النهارده. فبيضحك الجد وبيقول له برضه انت لسه مستواك متوافق معاه، بس المهم انا عاوز اتكلم معاك شويه. وبياخد الجد شين لمكان هادي وجميل في الغابه، وبيعرفه ساعتها ان هو مش جده الحقيقي وانه لقاه وهو صغير في الغابه. بس شين بيبقى متفهم الوضع جدا ومش زعلان ولا اي حاجه. وبعد كده بيسال شين جده هو الدب الملعون اللي قتله ده هو اللي دمر قريه والديه؟ فبيستغرب الجد جدا وبيبتسم شين وبيقول ان لو كان الدب هو اللي عمل كده في قريته فبكده هو انتقم لاهله. وبيسال شين بعد كده الجد عن مين هم والديه ومنين هم. فبيقول له الجد انه للاسف ما يعرفش اي حاجه عنهم لانه تم سحقهم بشكل رهيب. وبيستغرب الجد اكتر وبيقول لشين انت تقبلت كل ده بالبساطه دي ازاي؟
فبيرد عليه شين: ايوه هم والدي، بس انا مش فاكرهم خالص، وغير كده انت عندي اهم يا جدي. فبيتاثر الجد جدا بكلمات شين وبيبكي من الفرح. وبعد مرور 5 اعوام بنلاقي في ضيوف كتير عند شين والجد، وبيحتفلوا بان شين تم ال 15 سنه وبقى راجل راشد بالنسبه للعالم اللي هو فيه. وبتبقى الجده متاثره جدا ان شين حفيدها اللي كان طفل رضيع بقى راجل كبير دلوقتي. وبيتكلم العم ديس مع شين وبيقول له: انت ناوي تعمل ايه بعد كده بما انك كبرت خلاص؟ فبيستغرب شين وبيقول له: هعمل ايه يعني؟ فبيقول له العم ديس انه من دلوقتي بقى راجل بالغ بالكامل، فايه الحاجه اللي نفسه يحققها في حياته؟ فبيرد عليه شين ان اول حاجه نفسه فيها هي انه عاوز يطلع من الغابه ويزور البلده المجاوره، وبعد كده ربنا كريم بقى. فبيقول له سيفريد وكريستينا انه اكيد عنده خطه، وبما انه اتعلم القتال على ايد ميشيل فتقدر تنضم للتنظيم الملكي او يبقى صائد للوحوش الملعونه. فبيستغرب شين وبيقول لهم: هو ايه اللي صائد وحوش ملعونه ده؟ فبيرد عليه تاجر اسمه توم وبيقول له ان في مجموعه من الناس معروفه باسم صائدو الوحوش الملعونه، وهم بياخدوا مكافآت كتير من صيد الوحوش الشريره دي. فبيقول له سيفريد: ايه ده؟ انت بجد اول مره تعرف كل الحاجات دي؟ فبيقول له شين: اه والله يا عم، شفت بقى. فبيقول له سيفريد: انت ممكن برضه تبقى تاجر ادوات سحريه عن طريق القاء السحر، وبما انه وسيم اصلا فهيتشهر على طول في البلد. فبيقول لهم شين: تصدقوا صح، ده انا طلع لازم افكر في موضوع جني المال ده بما اني بقيت بالغ مسؤول عن نفسي. فبيستغرب توم جدا وبيقول لشين: ايه ده؟ هو انت ما رحتش السوق قبل كده؟ فبيقول لهم شين: ايوه والله انا مش بعرف في التعاملات النقديه دي خالص. فبيتصدم الكل وبتقول الجده للجد: هو انت بجد ما علمتوش الكلام ده؟ فبيقول لها: ايوه شكلي كده نسيت. وبتزعق الجده للجد كالعاده. وبعد كده بيروح شين والكل لارض تدريب بعيده جدا علشان يوريهم قدرته على استخدام السحر، وبيتنقلوا من البيت الى المنطقه دي عن طريق بوابه سحريه نفس فكره الانتقال الاني بالظبط. وبيبقى السحر ده من اختراع شين، وبيبقى الكل مستغرب من قدره شين السحريه اللي ممكن تعمل خلاف بين الدول كمان. وبعد كده بيجرب شين سحره الهجومي اللي عمله قبل كده قدام جده، فبينصدم الكل لانه يعتبر دمر المنطقه كلها من هجوم واحد بس. والجده بتتخانق مع شين بسبب التصرف الخطير جدا ده، وبتزعق للجد هو كمان. وبعد كده بيرجعوا للبيت وبيتكلموا على قد ايه شين قوي وموهوب، وان موهبته دي ممكن تخلي فيه صراع بين الدول عليه. وبيقعدوا بعد كده يتكلموا في افضل حل يتعمل علشان مستقبل شين. وبيقترح العم ديس بعد كده على شين انه ينضم للاكاديميه السحريه التابعه لدولته. فبيستغرب شين وبيقول له: دولتك ايه بس؟ هو انت مين اصلا؟ انت مش العم ديس وبس؟ فبيبدا العم ديس يعرف نفسه لشين وكل اللي موجودين كمان. فبينصدم شين ان ديس بيكون ملك البلاد، وبيقول كريس وثيغ لشين انهم الساحرين المرافقين لجلاله الملك ديس، يعني الحرس الملكي من الاخر. وميشيل بيكون قائد الحرس الفرسان المتقاعد. فبيفضل شين مصدوم من ان كل قرايبه اشخاص مهمين جدا في البلد. وبعد كده بيتفقوا على ان شين هينضم للاكاديميه خلاص، وعلشان كده بينتقلوا للبلده. واول ما بيوصلوا للبلده بيقول لهم الحارس انه عاوز يشوف بطاقه تعريفهم للدخول. فبيلاقي انهم البطلين العظيمين وحفيدهم، فبيندهش وبيبقى متوتر جدا. وبنلاقي ان البلده كلها فرحانه وسعيده، وبيكونوا عاوزين يقابلوا الجد والجده. وبعد كده بيوصل الجد والجده وشين لمنزلهم في البلده. فبيندهش شين من قد ايه هو قصر كبير وضخم ومليان بالخدم، وبيبدا الخدم يعرفوا نفسهم للعائله. وبيبقى شين متحمس جدا علشان يتجول في البلده، وفعلا بيبدا يتجول وبيشتري التفاح وبيتناوله في جولته، لغايه لما بيلاقي مجموعه من صيادي الوحوش بيضايقوا بنتين من نفس سنه في الطريق. فبيروح شين بيساعدهم وبيمسك المجموعه دول وبينفخهم، وبيشكر البنتين شين جدا على مساعدتهم. وبعد كده بيروح شين مع البنتين الى مقهى الشارع الرئيسي للبلده، وبيشكروه تاني على انقاذهم من الموقف الخطير اللي كانوا فيه. وبيبداوا يعرفوا نفسهم لشين. البنت الاولى ماريا والتانية سيشلي. وبعد كده بتقول ماريا لشين وهي متضايقه: لو بنعرف نستخدم السحر كويس كنا زماننا هزمنا الاوغاد دول بسهوله. فبيستغرب شين وبيقول لهم: هو انتوا طلبه في مدرسه السحر؟ فبترد ماريا انهم هيكونوا طلبه في الاكاديميه لو نجحوا في امتحان القبول الشهر اللي جاي. وبيقول لهم شين ان هو كمان هيدخل امتحان القبول في اكاديميه السحر. فبتندهش ماريا وبتقول له: بكل المهارات القتاليه اللي عندك دي وعاوز تبقى ساحر؟ فبتقول له سيشلي: احنا افتكرنا انك طالب في مدرسه تدريب الفرسان. وبعد كده بتقول له ماريا ان البطل والبطله جايين البلده اليومين دول مع حفيدهم، وانهم محظوظين جدا لانهم هيبقوا معاه السنه دي في الاكاديميه السحريه. فبيبقى شين مش عارف يقول لهم ايه وبيضحك وبيسكت، وطبعا بيبقى مش عارف يقول لهم ان هو الحفيد ده. وبعد كده بيودعهم شين وبيمشي. وبعد كده بيجي يوم الامتحان القبول في الاكاديميه، وبيبقى شين قدام قائمه الاسماء علشان يشوف هيبقى فين. وبيجي ولد متغطرس وبيقول لشين: ابعد من قدامي. بس شين بيتجاهله وبيبقى مش مركز معاه اصلا، لغايه لما الولد بيحط ايده على كتف شين. فبينيمه شين على الارض في ثواني وبيقول له: حد بيمسك حد كده فجاه. فبيهين الولد شين لانه ابن الكونت وهو من النبلاء في البلد، وبيقول له: انت مش عارف انا مين؟ انا كارت فون ريتسبورغ. فبيرد شين بكل هدوء: اهلا انا شين. فبيضحك على كارت كل اللي في المدرسه. فبيتعصب كارت اكتر وبيقول له: انا وريث الكونت يا غبي. وبيهين كارت شين. بس في اللحظه دي بيتدخل الامير وبيحل المشكله وبيبعد كارت عن المكان خالص. بس بيبقى شين مش عارف ده يبقى مين طبعا، لغايه لما الامير بيعرف نفسه لشين وبيقول له: انا اوغ فون ارلس هايد. فبيجمع شين الكلام وبيستنتج في الاخر ان اوغ هو الامير، وان هو ابن العم ديس يعني ابن الملك من الاخر. وبيقول له شين: يعني انا وانت ابناء عمومه مش كده؟
فبيضحك اوغ وبيقول له ايوه بالظبط، وبيبقى كل اللي في المدرسه مستغربين ازاي شين بيتكلم مع الامير اوغ كده. وبعد كده بتبدا الامتحانات، وبيخلصوا الامتحان الكتابي وبيبدا الامتحان العملي للسحر. وبتؤمر المعلمه المشرفه في الامتحان الطلاب بالقاء السحر على الاهداف، وبيبدا الطلاب بالقاء تعاويذهم السحريه على الاهداف، وبتبقى ضعيفه جدا، وبيبقى الطلاب مبسوطين جدا من نفسهم. وشين بيبقى مستغرب هم راضيين كده ازاي بالسحر الميت ده، لغايه لما المعلمه بتقول لشين جه دورك، وبتقول له ان الملك بيقول له انه يتحكم في قوته على قد ما يقدر. فبيتوتر شين وبيقول هو العم ديس فهمهم ايه عني بالظبط، وبيقول لها حاضر، وبيضرب الهدف باللهب الازرق بتاعه، بيدمر الهدف نهائي والجدار كمان. وبتنصدم المعلمه والتلاميذ من قوه شين. وفي المساء بيكون المعلمين بيتكلموا على نتائج الاختبار، وبيقولوا ان قد ايه شين قوي جدا، وطبعا بيكون شين صاحب اعلى درجه في الامتحان للعام ده. وبعد كده بيروح الطلاب لاستلام الزي المدرسي وادواتهم السحريه، وبتقول المشرفه لشين انه هيلقي خطاب لطلاب السنه دي بما انه صاحب اعلى درجه. فبيتوتر شين طبعا، وبيقول لها ازاي ده يحصل في وجود الامير اوغ، وبيحاول يتهرب منها بس بيكون لبس خلاص. وفي الوقت ده بنشوف سيشلي وماريا واوغ وشين بيتعاملوا مع بعض بوديه جدا، وبيبقوا مستغربين مين شين بالظبط. وفي الوقت ده بنشوف سيشلي وماريا بيشوفوا ان شين واوغ بيتعاملوا مع بعض بوديه، وبيبقوا مستغربين مين شين بالظبط. وفي المساء بنلاقي الولد كارت بيحقد على شين ومليه الغضب لان شين بقى الاول على الدفعه. وفي الوقت ده بيكون شين بيطلع الزي المدرسي بتاعه، وبيحاول يعمل عليه تعويذ سحريه افضل بكتير من اللي عليه، وبيطلع القلم السحري وبيمسح فعلا السحر اللي على الزي، وبيحط السحر بتاعه، وبيبقى طاير من الفرح لما بينجح. وبتفتح الجد عليه الباب في الوقت ده علشان تشوف ايه الهيصه اللي هو عاملها دي، فبيوريها الزي بتاعه واللي عمله فيه، فبتنصدم منه ومن اللي بيعمله. وفي اليوم التالي بيوديه جده وجدته الاكاديميه، وبيبقى اليوم ده هو يوم حفل الدخول، وبتنبه الجده انه ما يقولش لحد خالص على اللي عمله في الزي بتاعه، فبيقول لها تمام. وفي اللحظه دي بياخد الكل بالهم ان البطل والبطله دخلوا المدرسه، وبيجروا يرحبوا بيهم. وبعد كده بيجي اوغ وبيسلم على شين وبيقول له ايه يا ابني مالك، انت متوتر كل ده علشان الخطاب؟ ما تقلقش خالص، ده بس هتقول الخطاب قدام المدرسه كلها وابويا الملك وكل النبلاء هيكونوا موجودين، يعني مفيش حاجه توتر خالص. وبيفضل يضحك عليه. فبيقول له شين انت واخد يد يا اوغ، انت بتعمل كل ده علشان انا اللي جبت اعلى درجه مش كده؟ وبعد كده بتيجي سيشيل وماريا وبيدخلوا كلهم للقاعه، وابتدى المعلمه شين بعد كده للمنصه علشان يقول الخطاب، وبتنده عليه باسمه كامل. فبتندهش ماريا وسيشيل بان شين صاحبهم هو حفيد البطلين، وبيحيي شين بعد كده كل اللي موجودين، وبيلقي الخطاب. وبيبقى الواد كارتا هيفرقع من الغضب بسبب حقده على شين. وفي صباح اليوم التالي بيدخل المعلم للفصل، وبيقول للطلاب انه كان في كتيبه السحر قبل كده، وانه اللي هيكون مسؤول عن الفصل بتاعهم بعد كده. وبعد انتهاء الحصه بتقول ماريا لشين ان سيشلي عاوزه تقول له على حاجه، وبتقول له بعد كده على ان كارت بيضايقها بسبب نفوذ والده ومش عارفه تتخلص منه. وفي الوقت ده بيجي كارت وبيزعق لسيشلي لانها واقفه مع شين، بس شين بيوقفه، وبتزعق سيشلي للكارت بعد كده علشان يبعد عنها نهائي. وبيبقى لسه شين هيهزقه بس بيتدخل اوغ وبيهزقه هو، وبيأمره انه يغادر بسرعه وانه هيبلغ ابوه الملك بكل اللي بيحصل هنا. فبيمشي كارت وهو في قمه الغضب كالعاده، وبتشكر سيشلي بعد كده اوغ على مساعدته هو كمان. وبيبقى الاصدقاء قلقانين من اللي ممكن كارت يعمله. بعد كده بيقول لهم شين انهم لازم ياخدوا بالهم كويس من اللحظه دي، وبيقول لهم انهم يجوا معاه للمنزل. فبتتحمس ماريا وسيشلي لانهم هيزوروا بيت البطلين، وبيقول اوغ انه هيروح معاهم لان ابوه اكيد زمانه هناك اصلا. وفي اللحظه دي بيظهر الاثنين المرافقين لاوغ، ثور ويوليوس، وبيقول له انهم هيروحوا هم كمان بما انهم المرافقين لسمو الامير. وبيروحوا للبيت بعد كده، وبيسال الجد والجده شين عن سبب تاخره في الرجوع للمنزل، وبيعرفهم بعد كده على اصدقائه من المدرسه. وبيحكي شين بعد كده عن اللي حصل لجده والملك ديس، وبيقول شين للجده انه هيعيد كتابه السحر على الزي المدرسي لشيشلي علشان يامنها بس مش اكتر. فبيستغرب كل اللي موجودين من كلام شين، وبتقول الجده لسيشلي ان اللي شين عاوز يعمله لها ده في غايه الاهميه، وانه جد جدا في فكره حمايتها، فانت بقى شايفه نفسك تستحقي ده. فبتتوتر سيشلي جدا، وبيقول شين للجده انت مكبره الموضوع كده ليه؟ فبتزعق له وبتقول له اسكت خالص، انت عارف الزي اللي انت عاوز تعمله ده مهم ازاي وايه قيمته؟ وبتقول له ان الزي ده هيبقى من فئه الكنوز الوطنيه بسبب السحر الممتاز اللي هيتحط عليه، وانه هيبقى غالي الثمن جدا. وبتعيد الجده السؤال تاني على سيشلي، انت شايفه نفسك تستحقي ده؟ فبتبكي سيشلي وبتقول انها ما تستحقش ده، لا، وبتقول انها كده استغلت لطف شين علشان يساعدها، وبتبكي بشده. وبتعتذر سيشلي بعد كده لشين، وبتقول له انها هتحل المشكله دي بنفسها فما يقلقش عليها. وبتعتذر للكل وبتبقى هتمشي، بس بتوقفها الجده وبتطمنها وبتهديها، وبتقول لها انها هتخلي شين يعمل الزي بتاعها. وفعلا بيعمل شين الزي، وبيعمل نفس السحر على زي اصدقائهم هم كمان. وبعد كده بيبقوا هيروحوا، فبيقول لهم شين انه هيساعدهم في المروح من المنزل بعد كده للمدرسه. فبيقولوا له ازاي، فبيوريهم البوابه السحريه للانتقال بتاعته. فبيندهش الكل وبيوريهم البيت اللي كان عايش فيه بعمق الغابه، فبيندهشوا من السحر الغريب بتاعه ده. وفي صباح اليوم التالي بيبدا شين في اصطحاب ماريا وسيشلي للمدرسه علشان الامان وكده. وبعد كده بيوصلوا للمدرسه وبيرحب الاصدقاء بيهم، وبيبقى في صديقه ليهم اسمها اليس جايه يدوب على الميعاد بالظبط، وبتبقى قلقانه لحسن تكون اتاخرت، بس بيطمنوها انها جت في الميعاد بالظبط. وبتقول لها ماريا ايه مالك،
في حد بيجي يا دوب كده متأخر في أول يوم. فبتضحك أليس وبتقول لها إنها من كتر الحماس ما عرفتش تنام طول الليل، وبعد كده نمت الصبح وسرحت في النوم شويه. فبتتعصب منها ماريا وبتقول لها ايه ده، هو انت طفله؟ وبيقول شين في نفسه هي طفله فعلا، بس العالم الغريب ده اللي عنده 15 سنه يعتبر بالغ. وبيدخل بعد كده المعلم وبيديهم الحصه، وبعد كده بيعرفهم على المدرسه وبيوريهم كل الاماكن في المدرسه، وبعد ما بيخلص الجوله بيعرفهم على الاقسام والتخصصات في المدرسه، وبيعرفهم انهم ممكن يعملوا مجموعه انشطه خاصه بيهم. وبيسالوا الطلاب شين بعد كده عن المجموعه اللي هو هينضم لها، بس اوغ بيحب يغلس على شين كالعاده وبيقول له ايوه يا عم، ما انت الولد الخارج، اكيد مفيش مجموعه تبقى مناسبه لمستواك، ايه رايك بقى لو تعمل مجموعه لنفسك؟ فبينصدم شين من كلامه، وبينصدم اكتر لما بيلاقي ان المعلم والطلاب كلهم عجبهم الفكره. لا ده كمان كل حاجه ماشيه بسلاسه، وكمان بداوا يختاروا اسم للمجموعه وبيبقى اسمها مجموعه السحر المطلق. وفي الوقت ده بيكون الملك واعضاء المجلس قلقانين جدا من مشكله ظهور الوحوش الملعونه باعداد كبيره جدا، وبيبقوا شاكين ان في حد هو السبب في ظهور الوحوش دي. وبيؤمر الملك بعد كده بتجليد مجموعه من صائدي الشياطين، وبيحققوا بدقه في الموضوع ده قبل ما تكبر المشكله اكتر من كده. وفي المساء بيكون ابو كارت متعصب جدا منه بسبب اعماله في المدرسه، وبينده عليه وبيهزقه بسبب اللي حصل. بس كارت بيزيد اكتر، فبيضربوا ابوه وبيؤمر الحرس بحبس كارت في الغرفه بتاعته كعقاب ليه. وفي صباح اليوم التالي بيعرف الطلاب ان كارت تم معاقبته من ابوه على افعاله، وانه مش هيخرج من البيت لفتره. وبعد كده بيقول ثور انه كان معاه في المدرسه قبل دخول الاكاديميه وما كانش كده خالص، بس للاسف هو اتغير تماما من بعد ما بقى بيحضر حصص المعلم ستورم. فبيستغرب شين وبيقول لهم مين ستورم ده؟ فبيقول له ثور انهم وهم في المدرسه المتوسطه في العام الثالث ليهم انتقل المعلم ليهم كمعلم سحر، وقالوا انه تم نفيه من الامبراطوريه، وبدا في تعليم كل الطلاب الضعفاء في استخدام السحر. وكان بيدعو كل الطلاب طبعا علشان يزوروه في المختبر بتاعه، بس كان في حاجه غريبه ومشبوه فيها، علشان كده رفضوا دعوته. وبرضه المعلم ممكن يكون اعمى لانه عنده رقعه بتغطي عينيه الاتنين، بس الغريب انه بيتصرف طبيعي خالص، فعلشان كده ممكن يكون بيستخدم نوع خاص من السحر بيسمح ليه بالرؤيه بالحراره مثلا. وفي الوقت ده بيكون المعلم ستورم رايح يزور كارت في المنزل، وبتقابله والدته وبتشكره على ان هو جه علشان يزوره، وبتطلب منه مساعدتها في الاهتمام بابنها لانه بقى مش طبيعي خالص، وبتبدا في البكاء. فبيهديها المعلم وبيقول لها ما تقلقيش خالص، وانه هيتكلم مع كارت ويحاول يفهم الوضع، وبتشكره الام. وبعد كده بيروح المعلم لكارت وبيكون معاقب في غرفته ومتكتف، وبنعرف ان المعلم هو السبب في تغيير كارت كده، وهو اللي بيحوله لولد شرير، وبيبدا يسخن كارت اكتر ويزود غضبه. وفعلا بيطلع المعلم ده شرير وبيمد كارت بطاقه ملعونه، وباستخدام الطاقه الملعونه دي بيتحول كارت لوحش ملعون هو كمان، وبيغادر المعلم المنزل بعد كده. وبيبقى الطلاب في الوقت ده في مقهى الاكاديميه بيتناولوا طعامهم في فتره الاستراحه، وبيقول اوغ لشين انه هيعمل ايه بعد كده في مساله سيشلي، انه خلاص كارت معاقب فما عادش ليها لازمه انه يوديها ويجيبها كل يوم. فبيرد عليه شين انهم اصدقاء وكده كده بيتهم في نفس الطريق مع بعض، فعلشان كده مفيش مشاكل اكيد. وبتاكد شيشلي هي كمان على كلامه، وبيفضل الاصدقاء يتكلموا مع بعض بعد كده على السحر والقدرات السحريه، وبيكلمهم شين بعد كده عن الوحوش الملعونه والطاقه بتاعتها، وبيعرفهم ان هو اصطاد وحش ملعون قبل كده وكان دب كمان. فبيبقى الكل مصدوم منه كالعاده، وبينصدموا اكتر كمان لما يعرفهم ان هو كان عنده 8 سنين وقتها. وبعد كده بيتوجه الاصدقاء للفصل لحضور الحصه اللي عليهم، بس فجاه بيحس شين بطاقه ملعونه، وبيلاقي ان كارت جاي عليه وهو بيشيد غضب وبيستخدم سحر النار وبيهجم عليه بقوه كبيره، بس بيصد شين الهجوم بسرعه بسحره، وبيقول لاصدقائه يستخدموا القوه اللي في الزي بتاعهم علشان يحموا الباقي. وفي اللحظه دي بيزيد غضب كارت اكتر، والطاقه الملعونه بتنتشر حواليهم في كل مكان بكميه كبيره جدا، وبيبقى مفيش قدام شين غير انه يواجه كارت، وبيأمر اصدقائه بانهم يهربوا بسرعه علشان ما يحصلهمش اي حاجه. وفي الاول بيرفضوا، بس بعد كده بيقدر شين انه يقنعهم، وبيهجم على كارت بسرعه بسيفه، وبيبقى كارت اتحول لوحش ملعون بالكامل. وبيكون القتال شرس بين شين وكارت، بس شين بيعرف ان ما عادش فيه امل من انقاذ كارت خالص، فبيقرر انه لازم يخلص عليه، وفعلا بيقطع راسه بهجمه واحده قويه بالسيف، وبكده بتنتهي المعركه. وبيبقى شين حزين انه قتل كارت، لان كارت في الاول وفي الاخر انسان برضه، وده صعب عليه جدا، بس ما كانش عنده حل تاني. وبيجي الاصدقاء بعد كده وبيطمنوا على شين انه بخير، فبيطمنهم انه كويس، وبيبقوا مصدومين من انه قدر يخلص على انسان ملعون بهجوم واحد، وانه قوي جدا للدرجه دي. فبيقول لهم شين انتوا شفتوا المعركه؟ وبيبقى متوتر وحزين، فبيقولوا له ايوه. وبنلاقي ان المعلم الشرير بيراقب الوضع من فوق وهو على سطح الاكاديميه، وبيقولوا ان اللي حصل ده كويس برضه، وانه يعتبر تجربه كارت بقت ناجحه، بس بيبقى مندهش برضه من قوه شين. وفي اللحظه دي بيكون شين قلقان وواقف متضايق في المدرسه، وبيجي اوغ وبيهزر معاه وبيقول له ايه انت متضايق ان الكل بقى معتبرك بطل؟ فبيرد
عليه شين ايوه صح، بس في حاجه تانية مضايقاني، هو سهل كده ان الواحد يتحول الى انسان ملعون؟ فبيقول له اوه تصدق عندك حق، هو ازاي ده حصل من الاساس؟ وبيقول ثور بعد كده ان الواحد ممكن يتحول لانسان ملعون عن طريق القاء سحر طاقه ملعونه قوي جدا عليه، وان كارت اصلا كان سحره ضعيف جدا، فعلشان كده من الصعب انه يتحول لوحده. فبيقول لهم شين كده يبقى اكيد في حد تسبب في ده، فبينتهي الزملاء وبيقولوا له يعني انت تقصد ان في حد هو اللي حوله الانسان ملعون؟ وبيقول لهم شين ان جده قال له قبل كده ان الوحوش الملعونه بتفقد وعيها بالكامل ومش بتعرف تعمل اي حاجه غير الصراخ، بس كارت لما اتحول كان بيعرف يتكلم عادي، وكمان كان ضعيف جدا لما كان بيقاتله، فعلشان كده ممكن يكون كارت عبارة عن تجربة بشرية مش أكتر. وبعد انتهاء المدرسة بيروح شين وأصدقائه المنزل شين، وبيكون الملك كمان هناك، وبيقول الملك إنه جه في الوقت المناسب. وفي اللحظة دي بنلاقي حارس الملك بيحيي شين وبيهنيه وبيشكره على شجاعته في القضاء على إنسان ملعون واللي كان ممكن يسبب خطر كبير على البلاد، وبيقول له إنه هيتم منحه وسام الاستحقاق الأول من الملك شخصيا. فبينصدم شين وبيفرح أصدقائه، بس بيكون الجد والجدة متوترين وبيقولوا للملك هو ده الاتفاق اللي بينا؟ انت مش قلت انك مش هتستخدم شين لاي اغراض سياسيه؟ معناه ايه اللي بيحصل ده؟ فبيرد عليهم الملك ان الانسان الملعون اللي ظهر زمان قبل كده لما الجد والجده خلصوا عليه وانقذوا البلاد كان البلد في خطر شديد، ودلوقتي ظهر انسان ملعون من تاني والخبر انتشر في كل انحاء البلاد، فلازم نكافئ شين لانه عمل اللي انتوا عملتوه زمان، فلازم نديه جايزه هو كمان. فبيقتنع الجدين في اللحظه دي، وبتقول الجده لشين انت يا شقي دايما بتقع في المشاكل مش عارفه اعمل فيك ايه. فبيقول لها استني بس انا ما عملتش حاجه المره دي. وصباح اليوم التالي بيكون الخبر انتشر في كل انحاء البلاد والكل بقوا معجبين بالبطل شين، وحتى في المدرسه بيبقى كل الطلاب عاوزين ينضموا لمجموعه البطل شين، وبيبقى المعلم مش عارف يعمل ايه لانه لو قبل كل الطلاب كده مش هيبقى في مجموعات تانية لان الكل عاوزين يدخلوا مجموعه شين. فبيجي في دماغه فكره وبيقول لهم في حد فيكم بيقدر يستخدم مساحه التخزين من بعد تاني؟ فبينصدم كل الطلاب، فبيقول لهم المعلم ده اقل شرط الانضمام، وبيقرر يعمل امتحان قبول ليهم. وفي الوقت ده بيكون الملك في اجتماع مع المجلس بتاعه وبيقول لهم ان في احتمال ان ممكن يتم تحويل البشر لوحوش ملعونه، وبكده بيستنتج المجلس ان فتره التزايد اللي فاتت للوحوش دي كانت بفعل فاعل، وبيأمر الملك اتنين من القاده بتوعه بالتعاون في حل المساله دي بسرعه. وبعد كده بيقول شين لمارك انه عاوز يساله على حاجه في الحداده، وبيتفقوا بعد كده على عمل سيف جديد لشين بالمواصفات اللي هو عاوزها. وفي الوقت ده بيزور المحققين منزل كارت علشان يكشفوا اللي حصل، وبعد كده بيروحوا على منزل المعلم ستورم وبيبداوا يسالوه شويه اسئله، وبيسالوا المحقق عن اللي حصل لعينيه. فبيقول لهم انه اتولد في عائله نبيله في الامبراطوريه، وبعد كده اتهزم في صراع على زعامه العائله واتطرد بعد كده من المملكه وفقد عينيه. بعد كده حاول شخص من عائلته التخلص منه، وبيتكلم معاهم بعد كده عن سبب مجيئهم ليه النهارده. وفي منتصف الحديث بيقول المعلم انه متضايق من الحادث اللي حصل لكارت، فبيستغرب المحققين من انه عرف اللي حصل وبيشكوا فيه، فبيقولوا له انهم عاوزين منه خدمه وبيطلبوا منه انه يجي معاهم. فبيوافق المعلم وفعلا بيروح معاهم. وفي الوقت ده بيكون شين مع الاصدقاء وبتقول له سيشلي انت مالك سرحان في ايه؟ فبيقول لها انا بفكر ازاي احسن من سيفي. فبيقول له مارك انت اي نوع من السيوف عاوز تستخدم؟ فبيقول له يبقى شفرته حاده وفي نفس الوقت يبقى قوي ما يتكسرش بسهوله، ودي مشكله انا عارف. فبيجي فكره في دماغ توني وبيقول له ايه رايك لو خليت شفرات السيف قابله للاستبدال؟ فبيبقى شين ومارك مذهولين من الفكره، وبيقول مارك لشين ايه رايك تيجي معايا الورشه بتاعتنا وانا عاوز اجرب الفكره دي بسرعه. فبيقرر الاصدقاء انهم يخلصوا المدرسه ويروحوا بعد كده لورشه العمل، وبعد كده المطعم عائله اوليفيا. وبعد كده بيكون المحققين وصلوا مع المعلم ستورم المقر قوات الامن، وبيحس المعلم باحساس غريب، فبيقول لهم هو ليه جثه الوحوش بيتم فحصها في مقر قوات الامن؟ فبيقول له المحقق بسبب ظروف خاصه لغايه لما يوصلوا للساحه. وفي اللحظه دي بيحاصر الفرسان المعلم من كل اتجاه وبيبقوا سحبوه للفخ علشان يقبضوا عليه. وبيقول له المحقق ان الملك كان خلى اسم كارت مخفي فمحدش يعرفه، فبما انك عرفته يبقى انت السبب في اللي حصل وبكده هيتم القبض عليك. وبعد ما بيلاقي المعلم انه اتكشف خلاص بيضحك بهستيريا وبيقول لهم انا ما كنتش متخيل ان كل ده هيحصل، وبيقول لهم اللي حصل ده تجربه انا اللي عملتها. فبيتعصب المحقق وبيقول له انت عملت تجربه على انسان. وفي اللحظه دي بيأمر المحقق الفرسان بالقبض على المعلم، بس بيكون المعلم قوي جدا وبيبدأ القتال بينهم. وفجأة بيحصل انفجار في مقر قوات الامن، وبياخد شين والاصدقاء بالهم من اللي بيحصل، وبيلاقوا المعلم وهو بيقضي على الفرسان. وفي اللحظه دي بيتعصب شين من المعلم لانه حول كارت الوحش ملعون، والمعلم بيعترف بده عادي ولا كأن اي حاجه حصلت. وبيهجم شين بعد كده على المعلم وبيبدأ قتال شرس بينهم، وبيبقى المعلم قوي جدا وبيتفادى هجمات شين كلها لغايه لما
لما بيقدر شين يكسر النضاره اللي على عينيه، وبيكتشف انه مش اعمى ولا اي حاجه، بس مخبي عينيه علشان محدش يكتشف انه وحش ملعون هو كمان. وبيبقى شين في الوقت ده بيجمع قوه حراره الشمس في السماء من غير ما حد يحس، وبعد كده بيهجم بيها بكل قوه على المعلم وبيدمره، بس بيبقى مفيش اي اثر من جسم المعلم، وبيبقى مش عارف هو كده هرب ولا اتبخر ولا ايه اللي حصل. وبعد كده بيجي مستشارين الملك المسؤولين عن التحقيق وبيشكروه على انقاذ الكل. وفي اليوم التالي بيكون شين خارج مع اصدقائه وبيقول له اوغ مالك كده شايل طاجن ستك اليومين دول كده ليه؟ فبيرد عليه شين انا شاكك ان ستورم لسه عايش. فبيقول له اوغ انت بتقول ايه يا عم ازاي يعني؟ فبيقول له شين بكل بساطه انت شفت الارض بقت عامله ازاي من الاشعه الحراريه اللي انا عملتها؟ انا لما قررتها تاني في الغابه ما حصلش غير الحفر بس، اما الانفجار ده شكل كده ستورم هو اللي عمله علشان يهرب. فبيقول له اوغ يعني كده هو حي فعلا؟ المهم لما نروح متجر الحداده اطلب السيف اللي انت عاوزه، ما تقلقش احنا العائله الملكيه اللي هتتكفل بثمنه، انت الوحيد اللي تقدر على مواجهه ستورم علشان كده لازم نجهزك بافضل طريقه ممكنه. وفعلا بيوصلوا لورشه الحداده وبيقابلهم ماركو واوليفيا، وبتروح البنات مع اوليفيا للمتجر بتاعهم، وبيدخل ماركو مع الشباب للورشه وبينده على ابوه وبيعرف اصدقائه بيه. فبيتفاجئ جدا الاب بحضور الامير وحفيد البطلين، وبيطلب اوغ من الاب بعمل سلاح مناسب لشين على حسب طلبه. فبيفرح الاب جدا وبيقول له ان الشرف هيبقى ليهم في صناعه السلاح ده للسيد البطل الجديد. وبيسال الاب بعد كده شين على نوع السلاح اللي هو عاوزه، وبيبدا شين في شرح صفات السلاح. وبيتنقل بينا المشهد بعد كده لامبراطوريه بوليسيفيا قصر الامبراطور، وبيظهر شخص اسمه زيست وبيبقى شكله مريب، وبيقول للملك عن ظهور الوحوش الملعونه في مملكه ارلس هايد، وان ده الوقت المناسب للهجوم عليها والسيطره على البلد. وبنرجع تاني للاصدقاء لما بيكونوا خلصوا اللي وراهم وبيتجمعوا من تاني، وبيقول شين لسيشلي انه هيجيب لها خاتم علشان يعمل لها عليه سحر الحمايه علشان يحميها، وفعلا بينفذ ده. وبعد كده بيجي يوم حفل استلام الجائزة وبيبقى شين متوتر جدا، وبيرافق الفرسان شين لقاعة الاحتفال، وبينصدم يا عيني لما بيلاقي عدد كبير جدا من الناس وان الاحتفال كبير جدا وكل نبلاء البلد موجودين. وبعد كده بيسلم الملك الوسام لشين. وفي اليوم التالي بيكون شين مرهق جدا وهو رايح الأكاديمية مع سيشل وماريا بسبب الحفل امبارح، ولسه بيفتح الباب فبيلاقي ان الناس كلها عاوزة تقابله بما انه البطل الجديد. وبيقرر شين انه بعد كده هيروح الأكاديمية عن طريق البوابة السحرية علشان يتجنب الناس دي كلها، وفعلا بيستخدمها وبيوصل للفصل في ثواني. وبيتفاجئ اصدقائه بالبوابه وبيسالوه ايه ده، وبيشرح لهم عن سبب استخدامه البوابه بسبب الناس اللي متجمعه عنده قدام المنزل. وبعد كده بيبدا الفصل وبيشرح لهم شين عن ايه اللي هيعملوه بعد كده في الفصل وايه اللي هيدرسوه في المجموعه بتاعته. وبيبقى اول درس عن استخدام الدرع السحري، وبيخلي ماريا تستخدم الدرع بس بيكون ضعيف جدا، وعلشان يفهمهم بيخلي سيشلي تستخدم الدرع بتاعها عن طريق الخاتم اللي هو معززه بالسحر، وفعلا بيكون قوي جدا وعباره عن طبقتين غير العادي اللي اصدقائه يعرفوه، وبيفهمهم ان ده كله على حسب القوه السحريه اللي يقدروا يتحكموا فيها. وبعد كده بيقول لهم انه هيوريهم القوه السحريه بتاعته اللي يقدر يتحكم فيها علشان يفهموا قصده. وبيفعل قوته السحريه وبتبقى رهيبه جدا وضغطها شديد بطريقه مخيفه لدرجه ان معظم الاصدقاء بينهاروا وبيقعد على الارض من قوتها. وبيقول لهم انهم لو ما قدروش يتحكموا في قدرتهم السحريه بقوه فمش هيقدروا يطوروا مستواهم في السحر. وبيقول لهم ان تدريبهم من النهارده هيبقى على التحكم في الطاقه السحريه. وبيتنقل بينا المشهد بعد كده للمعلم ستورم وبيكون مصاب والمساعده بتاعته بتكلمه وبتشرح له الوضع في الجيش الامبراطوري، وبنعرف ان زيست كمان ده الراجل بتاع ستورم وهو هناك بامر من ستورم. وفي نفس الوقت بيكون شين رجع للمنزل مع سيشل وماريا عن طريق البوابه ومعاه باقي الاصدقاء من الفصل، وبيبقى اصدقائه مندهشين انهم قدام الجد والجده. وبعد كده بيحكي شين للجد والجده انه بدا في ارشاد زملائه في الفصل في التدريب، وبيفضل الجد يكلم شين والاصدقاء عن السحر وان كل حاجه ممكنه عن طريق الفهم، وهي دي الطريقه اللي بيستخدمها شين في سحره. وفي صباح اليوم التالي بيكون شين في المدرسه وبتيجي صديقتهم وبيبقى باين عليها البهدله بسبب اجتهادها في تعلم السحر باتقان، فبيقول لها بالراحه على نفسك لان ده خطير جدا. فبتقول له ما يقلقش لان ابوها ساحر في البلاط الملكي وعندهم غرفه مجهزه وحصنه للتدريب على السحر. وبعد كده بيروح الاصدقاء لورشه ابو مارك وبيكون الاب جهز السلاح لشين خلاص، وبيبقى شين معجب جدا بالسلاح وبيقول للاب انه انهى السلاح بالجوده دي وبسرعه كبيره. فبيضحك الاب وبيقول له طبعا امال ايه. وبعد كده بيجرب شين السلاح الجديد وبيبقى فرحان بيه وبيعجب اوغ بالسلاح هو كمان. وبعد كده بيخلصوا وبيطلعوا للفتيات وبتقول لهم ماريا انتوا خلصتوا اخيرا؟ فبيقول لها شين ايوه وكمان جبت لكم هدايا. فبيتحمسوا جدا وبيقول لهم انه جاب لهم كلهم حليه زينه وبيقول لهم انه هيحط لهم عليها سحر الحمايه والتعزيز كمان. وبعد كده بيطلب اوغ من شين انه يصنع السيف ده للجيش الملكي كمان. فبيقول له شين مفيش مشاكل لو جدتي وجدي وافقوا وكده كده فكره السيف لتوني فمفيش مشاكل. وبيقول اوغ ان ده هيبقى مفيد جدا في الحرب لانها قربت جدا. وبيتفاجئ شين بده
فبتقول اوليفيا انها متوقعه ده برضه من كتر كلام الزباين. وبعد كده بيتنقل بينا المشهد لمعسكر قوات الامبراطوريه، وبيبقى الملك متعصب جدا وبيقول ان المعلومات اللي زيست جابها ان المملكه كانت مشغوله بردع الوحوش الملعونه ومش فاضيه علشان تبعت قوات تحاربنا، فليه كل القوات دي مستنيانا؟ فبيقول له الجنود ان القوات بتاعتهم خسرت كتير في الكمائن اللي عملتها قوات المملكه في الطريق، فعلشان كده لازم نتراجع بسرعه ونعيد بناء الصفوف من جديد. فبيقول لهم الملك سيبكم من ده دلوقتي، قول لي ايه اللي حصل لزيست، هو فين دلوقتي؟ فبيرد عليه جندي تاني وبيقول من امبارح واحنا مش لاقيينه خالص، والفرقه اللي معاه ما رجعتش هي كمان بعد ما راحوا للاستكشاف. فبيفهم الملك في اللحظه دي ان زيست الحقير خدعه وبيتعصب جدا، وبيقولوا ان اول ما يشوفه هيقطع راسه على طول. وفي الوقت ده بيوصل تقرير للملك وهو ان الوحوش الملعونه ظهرت باعداد كبيره جدا في عاصمه الامبراطوريه. فبينصدم الملك وبيقول له انت بتقول ايه؟ مش المفروض ان في اعداد قليله جدا من الوحوش الملعونه دي في الامبراطوريه؟ فبيقول الجنود للملك انهم لازم يرجعوا للعاصمه بسرعه علشان يتصدوا للوحوش دي. فبيؤمر الملك كل الجنود بالعوده للعاصمه بسرعه وطرد الوحوش الملعونه. وبعد كده بنروح لمعسكر مملكه ارلسهايم، وبنلاقي قائد القوات والمستشار بيتكلموا ان القوات الامبراطوريه تراجعوا بسرعه بعد ما فقدوا عدد كبير من قواتهم. وبيقرر القاده بملاحقه الجيش الامبراطوري وتوجيه ضربه قويه ليهم، بس بيجي تقرير بسرعه للقاده بان القوات الاماميه للجيش اتعرضت لهجوم من الوحوش الملعونه. فبينصدم القاده وبيتنقل بينا المشهد للامبراطوريه، وبتبقى في حاله من الفوضى والوحوش في كل مكان، وبتخلص على كل الابرياء والدمار في كل مكان. وده كله طبعا من فعل ستورم والمساعده بتاعته ميريا. وبيقول ستورم لميريا انت ايه رايك في كل ده يا ميريا؟ وبنلاقي انه حولها هي كمان لوحش ملعون زيه بالظبط. فبتقول له انها اول مره تحس انها قويه كده، وحس احساس رائع بسبب قوتها الكبيره. وبيبقى ستورم مستني زيست يرجع وكمان القوات الامبراطوريه اللي هيجوا علشان يخلصوا على الوحوش الملعونه، فعلشان كده لازم نستقبلهم بشكل ممتاز. وبعد كده بيوصل الملك والقوات للقصر الملكي، وبيكون الوضع في غايه الفوضى والدمار في كل مكان، وبيبقى الملك في قمه غضبه وبيقول للقاده بتوعه انهم لازم يتخلصوا من الوحوش اللي في العاصمه قبل غروب الشمس. وفي اللحظه دي بيظهر ستورم للملك وبيقول له انت وصلت اخيرا، انا كنت مستنيك من بدري يا جلاله الامبراطور. فبيتخض الملك لما بيشوف ستورم وبيقول له انت ايه اللي جابك هنا يا ستورم؟ فبيقول له ستورم انا كنت حريص ان انا اللي لازم اتخلص منك بنفسي. وبيستخدم بعد كده ستورم السحر على الملك وبيكتفه بالضغط الشديد لسحره وبيخلص عليه بسحر ناري قوي جدا. وبعد مرور 3 ايام بيوصل قوات مملكه ارلسهايد للامبراطوريه، وبينصدم القاده من الدمار الشامل اللي حصل في المكان. وفي الوقت ده بيظهر لهم ستورم وبيرحب بيهم وبيقول لهم انه كان مستنيهم من بدري، وبيفضل ستورم يتكلم معاهم من غير ما يعرفوا مكانه. وفجاه بيظهر عدد كبير من الناس الملعونين اللي اتحولوا لوحوش ملعونه. وبعد كده بيتنقل بينا المشهد لقصر ارلسهايد بعد كام يوم، وبيبقى الملك مع المجلس بتاعه بيقول لهم مستحيل يكون ستورم لسه عايش. فبيقول له القائد العسكري للمعركه انهم ما كانش عندهم حل غير الانسحاب وانهم هربوا بصعوبه اصلا. فبيقول له الملك اكيد ده قرار حكيم منك، مفيش لوم عليك. وبيسال المستشارين عن الحل اللي المفروض يعملوه دلوقتي. وفي نفس الوقت بيكون المعلم الفريد بيقول للطلاب في الاكاديميه ان ستورم لسه عايش وانه موجود في الامبراطوريه دلوقتي، وعلشان كده جه قرار انه لازم على الكل رفع مستوى الجنود والطلاب في الاكاديميه. ومن اللحظه دي هيتم عمل تدريب مشترك بين السحره والفرسان. وبعد كده بيبقى الاصدقاء متضايقين، فبيسال شين على السبب. فبيقولوا له ان طلاب مدرسه الفرسان دايما شايفين نفسهم اقوى مننا وبيقولوا علينا البراعم، وفي نفس الوقت طلاب مدرسه السحر بيتريقوا على طلاب الفرسان وبيقولوا عليهم كتله العضلات. وبيفضل الاصدقاء كلهم متضايقين من الفرسان جدا. فبيقول لهم شين عادي كلنا لينا نقاط قوه وضعف. فبتقول له ماريا طيب ما انت قوي وبتعرف تستخدم السحر والفنون القتاليه. فمش بيعرف شين يرد عليها. وبعد كده بتقول له سيشيلي انت مين اللي علمك الفنون القتاليه يا شين؟ فبيقول لهم ان ميشيل هو اللي علمه وان تدريبه ليه كان في غايه القسوه. فبينصدم كل الطلاب وبيقول لهم ايه اللي بيحصل، هو انا قلت حاجه غريبه ولا ايه؟ فبيقول له توني بكل اندفاع انت قلت ميشيل مش كده، انت تقصد ميشيل كولينغ مش كده؟ فبيقول له شين ايوه هو في ايه فهموني. فبيقول له يوليوس يعني انت تقصد القائد السابق للفرسان السيد ميشيل؟ فبيقول لهم ايوه انا فاكر انه قال حاجه زي دي قبل كده. فبينصدموا جدا وبيقولوا له يعني انت اتعلمت السحر من مارلين العظيم والوسم السحري بالادوات من البطله العظيمه والمبارزه من السياف العظيم ميشيل. فبيستغرب شين وبيقول لهم سياف عظيم ايه؟ فبيقول له ثور انت ما كنتش تعرف مفيش حد ابرع من ميشيل كولينغ في استعمال السيف ده، حتى ان لقبه بقى السياف العظيم. فبيقول لهم بالنسبه لي كان مدرب قاسي بس مش اكتر. فبيقول له الاصدقاء بما ان ميشيل العظيم هو اللي علمك فكده انت افضل من طلاب مدرسه الفرسان في المبارزه كمان يا شين. فبيقول لهم شين مش مهم كل ده دلوقتي، المهم اننا نندمج في المهمه ونندمج مع بعض في التدريب. وبعد كده بره بوابه العاصمه بيقسم المعلمين الطلاب السحره والفرسان لمجموعات، كل مجموعه فيها 4 فرسان و4 سحره، وهيدخلوا الغابه بعد كده لاباده الوحوش الملعونه. وفعلا كالعاده بيبقى الطلاب الفرسان بيستحقروا السحره وكمان شين البطل. وبتقول ماريا لشين شفت مش قلت لك دول مجرد حمقى مش اكتر. وفعلا بيتنقل الفرق للغابه وبيبقى فريق شين عباره عن 8 اشخاص، هو واوغ وماريا وسيشيلي و4 فرسان. وبيبدا الفرسان يعرفوا نفسهم بعد كده للسحره، وبيبقى كريس قائدهم وهو صاحب الرتبه الاولى، ومعاه ميراند صاحبه المركز الثاني، وكمان نوبن وكنت. فبيقول لهم شين ممكن اسالكم سؤال قبل بدء التدريب؟ فبيقول له كريس ايه هو سؤالك؟
فبيقول له شين انتوا قاتلتوا قبل كده اي وحوش ملعونه؟ فبتقول له ميراند انت بتتباهى علينا علشان قتلت واحد قبل كده؟ فبيقول لها شين لا خالص، بس احنا هنقاتل بعد كده وحوش ملعونه فلازم نندمج مع بعض. فبتقول له ميراند ولو ما عملناش زي ما بتقول ايه اللي هيحصل؟ فبيقول لها شين بكل هدوء هتموتوا. فبينصدم الكل وبيخافوا، وبنلاقي ان الغبيه ميراند بتقول له الحقيقه ان مدرسه الفرسان بس هي اللي هتقدر تخلص على الوحوش الملعونه، انتوا مالكوش اي لازمه، انتوا عائق علينا بس. وبيفضل الفرسان يتبجحوا بغباء كالعاده ولا هم فاهمين اي حاجه. وبيدخل اوغ بعد كده وبيهديهم وبيقول له شين انه مش عاوز يقتل ولا وحش خالص في التدريب، وان الفرسان هم اللي هيورونا قدرتهم. فبيتوتر الفرسان وبيقولوا له حاضر يا سمو الامير. وبعد كده بتوصل الفرق لعمق الغابه وبيبقوا متحمسين لمقاتله الوحوش. وبتقول سيشري ان المفروض كل مجموعه معاها 2 من المشرفين من الصحراء والفرسان. وفي اللحظه دي بيظهر كل من سيغ وكريس اصدقاء شين من العائله، وبينصدم لما بيشوفهم وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ وبيقول لهم هو انتوا المرشدين بتوعنا؟ وبيقول لهم من فضلكم ما تتخانقوش النهارده خالص مع بعض. فبيقول كل واحد منهم لشين لو هو ما بداش مش هعمل حاجه. وبيبداوا في الخناق سوا كالعاده، وبيبدا الطلاب في تعريف نفسهم لسيغ وكريس، وحتى الفرسان بيكونوا متحمسين جدا. وبعد كده بينطلقوا في عمق الغابه، وفجاه بيحس شين بقوه وحش ملعون في الغابه وبيقول لسيغ. فبيقول له ايوه انا واخد بالي. وبيبلغ سيغ الفرسان بوجود الوحش وبيقول لهم يستعدوا للمعركه. وفجاه بيظهر وحش خنزير ملعون وبيبقى الفرسان متوترين، بس بيحاوطوا الوحش. وفي اللحظه اللي هم بيهجموا عليه فيها بيتفادى هجماتهم وبيطيح بيهم كلهم بهجوم واحد، وبيبقوا ضعفاء جدا قدامه. وفي اللحظه الاخيره قبل ما يخلص عليهم الوحش بيسحب شين سيفه وبيجري بسرعه وبيخلص على الوحش بهجوم واحد وبيطير راسه. وبيبقى الفرسان مصدومين من قوه شين وانه قدر يخلص عليه بضربه واحده. وبتروح كريس بعد كده للفرسان وبتقول لهم عرضكم كان مخزي جدا، الوحش ده كان ضعيف جدا من النوع المتوسط، وشوف انتوا عاملين ازاي دلوقتي، عمالين تتباهوا بانكم الافضل والمتفوقين في مدرسه الفرسان، وفي الحقيقه انتوا مالكمش اي لازمه في ساحه المعركه. وبتقول لهم انتوا ضعفاء جدا فالمفروض تنضموا لفريقكم في التدريب وتتعاملوا مع بعض كويس. وبعد كده بتروح سيشيل وبتستخدم سحر الشفاء وبتعالجهم كلهم. وبعد كده بيكملوا التدريب وبيظهر وحش ملعون جديد، فبيستخدم شين سحره وبيقول لسيغ ده في عدد كبير منهم، فبيقول له ايوه. وفجاه بيجي عضو فريق تاني وبيقول لسيغ والفريق اللي معاه بانهم يهربوا لان عدد الوحوش كبير جدا اكبر من 100 وحش. فبيقول شين لسيغ انا عاوز اتكفل بالوحوش دي كلها ممكن؟ فبيقول له سيغ تمام انا معتمد عليك. فبتقلق سيشيل وبتقول لا مستحيل يكون شين على كل الوحوش دي لوحده، ده خطر جدا. فبيرد عليها سيغ وكريس ده لعب عيال بالنسبه لشين. وفي اللحظه دي بيجمع شين كل غضبه في الهجوم الناري بتاعه وبيضربه مره واحده في قطيع الوحوش اللي جايه ناحيتهم، وبيخلص شين على كل الوحوش مره واحده بهجوم مدمر لدرجه انه بيدمر جزء كبير من الغابه كمان بيبيدها عن كره ابيها. وبيبقى الفرسان مبلمين وعاجزين عن الكلام. وبعد كده بيكملوا التدريب والبحث عن الوحوش في الغابه، وبيظهر فجاه وحش دب تاني بس المره دي بتهجم عليه سيشيل وماريا بسحر النار. وبعد كده بيهجم عليه الفرسان وبيحميهم شين بسحر الدرع بتاعه، وبيتشجع الفرسان وبيقضوا عليه بسرعه كبيره، وبتعالجهم سيشيل بعد كده بسحر الشفاء. وبكده بينتهي التدريب، وبيكون سيغ وكريس مبسوطين من ان الفرسان والسحرة اندمجوا مع بعض اخيرا وبقوا قادرين على القتال مع بعض ضد الوحوش. وبعد كده بيسأل سيغ شين ايه السبب في ان الاصدقاء السحرة دول ماهرين كده، دول يعتبروا في مستوى افضل من سحر البلاط الملكي. فبيقول له شين اصل احنا عملنا مجموعة دراسية جديدة في المدرسة والثلاثة دول اعضاء في الفرقة الدراسية بتاعتي. فبيقول له سيغ وعلى كده بقى انتوا بتتدربوا تدريبات خاصة؟ فبيقول له شين لا خالص، كل الفكرة بس اننا بنتمرن بالطريقة اللي علمني بيها جدي. فبيستغرب سيغ وبيقول له بس كده انت متأكد؟ فبيقول له شين ممكن بس اكون علمتهم ازاي يقدروا يتصوروا السحر لما يستخدموه. فبيقول له سيغ ايوه كده يا اخي، هو ده السبب الحقيقي، بعبارة تانية هم بيتعلموا السحر زيك مش كده؟ وبيطلب سيغ من شين يعرف اللي المجموعة بتاعته بتعمله في تعلم السحر. فبيرد عليه شين مفيش مانع خالص، وبيجي اوغو بيحشر مناخيره في كل حاجة كالعادة وبيقول لشين استنى بس كده، انت افكارك هتبقى تابعة للجيش الملكي وده الملك وعد انه مش هيحصل. وبينتهي التدريب بعد كده وبيرجع الجميع وبيحكوا لشين عن اللي عملوه في التدريب. وبعد كده بيقول اوغ ان اعضاء مجموعة السحر المطلق ما عدا شين هيخضعوا لاشراف وطني بعد التخرج، وممكن يبقوا فريق خاص تحت مراقبة اوغ. على طول مش عارف اوغ ده لازمته ايه اصلا غير انه امير بس. تمام خلينا نكمل. فبيفرح الاصدقاء انهم هيبقوا اهم وحده قتاليه في المملكه، وبيطلبوا من شين انه يعلمهم اكتر عن السحر. فبيقول لهم تمام. وبعد عده ايام بياخدهم شين للتدرب في منطقه شاسعه وبيبدا تدريبهم فيها وبيظهروا قوه مدهشه فعلا. وبعد كده بينده اوغ على الفريق من تاني علشان يدينا خطاب من خطاباته اللي ما بتخلص، وبيقول لهم انه هيقول لهم عن معلومات مهمه ما ينفعش تتقال للعامه. فبيقول له شين يعني انت هتفشي بسر الدوله؟ وبيقول لهم انهم من النهارده مش من عامه الناس، وانهم بقوا جزء مهم من القوات الجيش في الحرب القادمه. وبيدرك الاصدقاء بعد كده الموقف اللي هم فيه وان الوضع خطير جدا وانهم بقوا وحده خاصه من اللحظه دي. فبيقول له شين طيب ايه بقى المعلومات الخاصه الجديده اللي هتقولها؟ فبيرد عليهم اوغ ان التقارير بتقول ان الوحوش الشيطانيه بتثير اعمال الشغف في كل انحاء الامبراطوريه، والاضرار هناك بقت كارثيه، وان المشكله ان اعداد الوحوش بتزيد كل يوم بسبب الهجوم، يعني في حاجه بتتسبب في تحول الناس الى وحوش ملعونه. فبيقول له شين زي اللي حصل لكارت مش كده؟ فبيرد اوغ ايوه ممكن تقول كده. وبيتعصب شين في نفسه وبيقول ستورمي يا وغد انت بتفكر في ايه تاني؟ وبيقرر شين بعد كده بانه يعمل مخيم تدريب لفريقه، وبيبقى الكل فرحانين وهيبقى في العطله الصيفيه
الصيفيه، وبيفكروا بعد كده هيعملوا المخيم فين، وبيقرروا ان التدريب هيبقى في المكان هنا، بس الاقامه هتبقى في منزل عائله سيشلي في منطقه الينابيع الحاره بتاعتهم. وبيقول شين الفكره للجد والجده بعد كده، وبيوافقوا بشرط يبقى فيه اشراف، وبتبقى هي الجده الاشراف في الاخر. وبعد كده بيستعدوا كلهم علشان يروحوا للمخيم، وبيلاقي الطلاب ان البطلين كمان هيروحوا معاهم، فبيبقوا طايرين من الفرح. وفي الطريق بيقابل الفريق مجموعه من الوحوش، وبيقرروا انهم يواجهوا الوحوش دي، وبيبدا القتال، وبيعملوا قرعه بعد كده علشان يشوفوا مين اللي هيقاتل الوحوش دي منهم. وبتكسب بنت من الفريق وبتخلص على كل الوحوش بهجوم واحد بسهوله. وبيقول الجد والجده ان الاولاد مستواهم اتحسن بسرعه وبشكل كبير، وبيوصلوا بعد كده لبلده كلود ارض عائله سيشلي، وبيبقوا مبهورين من ان البلده كلها فعلا عباره عن ينابيع حاره. وبيوصلوا للمنزل اخيرا، وبترحب بيهم سيشلي، وبيطلع الخدم للترحيب بسيشلي واللي معاها، وبيدخلوا كلهم للراحه في الينابيع الحاره. وبنروح لحمام الرجال، وبنلاقي الجد سعيد لان شين بقى ليه اخيرا اصدقاء من سنه، وبيشكر الاولاد لانهم اصدقاء شين. بس اوغ بيرد عليه وبيقول له انهم هم اللي سعداء لوجود شين في حياتهم. وفي الصباح بيبدا الجد في تدريب الشباب على السحر، وبيبدا يديهم بعض التعليمات اللي تخلي سحرهم يتطور بسرعه كبيره. وبعد كده بيبدا تدريب الجد ليهم على الادوات السحريه والوسم السحري، وبيبقى في تطور كبير في التدريب، وبيبقى شين سعيد جدا. وبعد كده بياخدهم شين لساحه التدريب علشان يطلقوا السحر، وبيلاحظ الجد والجده تطور كبير في الاداء. بس بيقول لهم شين انهم لسه برضه هيواجهوا صعوبه في قتال الوحوش الملعونه. فبتقول له الجده دي فعلا ازمه عالميه، فبيقول لها ايوه لازم كلنا نبقى اقوى حتى انا. فبينصدم كل اصدقائه من انه لازم يكون اقوى هو كمان، وبيبعدوا وبيخافوا. وبعد كده بيبقى شين هيستخدم هجوم السحر هو كمان، وبيبقى الاصدقاء كلهم بيفعلوا درعهم السحر علشان يحتموا من قوه ضربه شين. وبيبدا شين بعد كده يتخيل السحر كالعاده، وبيوجه ضربه قويه جدا، وبتبقى طلقه مدمره بتدمر كل حاجه في طريقها سواء جبال او اي تضاريس قدامها. وبيبقى شين فرحان ان السحر نجح، بس الجده بتزعق له بسبب تهوره كالعاده، وبيعتذر لها شين. وبعد كده بتقول لهم الجده يلا كفايه تدريب النهارده كده، يلا نرجع للمنزل. وبعد كده بيطلب اوغ من شين انه ياخده بالبوابه السحريه للقصر الملكي علشان يعرف المعلومات الجديده عن الوحوش الملعونه. فبيقول له تمام مفيش مشاكل. وفي اللحظه اللي بيدخلوا فيها القصر بيقابل اوغ خطيبته إيلي اللي بتكون متعصبه منه جدا بسبب عدم اهتمامه وانشغاله الدائم. وبيتعرف شين عليها وبتحييه إيلي، وبيقول لها اوغ انت ايه اللي جابك هنا؟ فبتزعله وبتقول له انت سايبني هنا انا واختك مي وبتروحوا للتخييم. وفي اللحظه دي بتيجي مي وبتبقى متعصبه هي كمان لانهم ما اخدوهاش معاهم للتخييم، وبتبقى مي عاوزه تروح معاهم للمخيم علشان تقابل البطلين. فبيسالهم اوغ يعني انتوا بتعملوا ايه هنا برضه؟ فبتقول له ايه احنا قررنا اننا هنروح معاكم للمخيم. فبيقول لهم اوغ ده مستحيل على جثتي، هو احنا بنلعب هناك؟ مفيش اي قوه هتخلينا ناخدكم هناك. وفي اللحظه دي بيشتكوا للملك، وبيقول له الملك ايه المشكله لما تاخدهم معاك؟ وبكده بيتم اقرار انهم هيروحوا معاهم. وبيبقى شين فرحان في اوغ المره دي بما ان هو اللي بيغلس عليه كل مره. وبعد كده بيتجولوا في البلده شويه وبيتناولوا الطعام، وبيرجعوا بعد كده للمنزل، وبترحب بيهم سيشري جدا وبيشكروا على استضافتهم. وبعد كده بيستمتعوا في الايام اللي بيقعدوها في المخيم بالتدريب واللعب. وفي صباح يوم من ايام التدريب بيستيقظ شين وبتقابله سيشري وبتطلب منه طلب، وانهم لازم يقابلوا والدها النهارده قبل ما يروح العمل بما انهم هيبقوا مخطوبين. فبيقول لها ايوه طبعا يلا علشان نقابله بسرعه. وفعلا بيروحوا يقابلوا والد سيشلي وبيتكلموا بعد كده في تفاصيل الخطوبه، وبيبقى شين موافق على كل حاجه وبيبارك لهم والد سيشلي، وبيبقى الكل سعداء في اللحظه دي. وسيشلي بتكون محرجه جدا. وبنرجع تاني للمخيم وبيبقى الكل بيتضربوا باجتهاد كبير وبكل طاقه وعزيمه، وبتبقى ايلي بتتفرج على اللي بيحصل ومش مصدقه نفسها بسبب القوه السحريه الهائله اللي بتطلع من هجمات اصدقاء شين. فبيقول شين اظن كفايه كده احماء. فبتنصدم ايلي وبتقول له احماء ايه يا عم؟ انتوا ناويين تفجروا العالم ولا ايه؟ وبيجي الجد وبيقول لايلي ومي ايه رايكم في اللي انتوا شايفينه؟ انتوا كنتوا عاوزين تتفرجوا. وبيقول لهم الجد ايه رايكم انتوا كمان تجربوا السحر؟ فبترفض ايلي وبتقول انا ماليش في السحر خالص. اما مي بتبقى متحمسه وبيبدا معاها الجد باساسيات التحكم في السحر، وبتجرب مي وفعلا بتنجح وبتبقى فرحانه جدا. وبيقول لها الجد والجده انت ممتازه بالنسبه لعمرك، انت شكلك كده عندك المؤهلات علشان تبقي ساحره يا مي. وبيتنقل بينا المشهد للعاصمه في الامبراطوريه، وبنلاقي ان الدمار في كل مكان والبلد ما عادتش نافعه من الاخر وبقت خرابه. وبنلاقي ستورم بيقول لميريا قولي لي ايه الوضع دلوقتي؟ فبتقول له ان بسبب الهجمات اللي على القوافل في الطريق بقت كل المدن اللي تبع الامبراطوريه بتعاني من نقص في الغذاء والناس بقوا في يأس شديد. فبيرد عليها ستورم بكل فرح اذا كان كده فنقول ان الوقت جه اخيرا للخطه بتاعتنا. وبنرجع لاصدقائه وهم بيتمرنوا، وبيكون شين هو اللي هيطلق الهجوم المره دي، وكالعاده كلهم بيحتموا بالدروع بتاعتهم. وبيقول لهم شين مالكم حذرين قوي كده ليه تاني؟ فبيقولوا له لانه هيستخدم سحر جديد فلازم يعملوا حسابهم علشان ما يحصلش حاجه. فبيطمنوا من السحر المره دي مش هجومي، فبيطمنوا المره دي وبيزيلوا كل الحواجز. وبيجرب شين السحر بتاعه على الحجر وبيخلي الحجر يطير في السماء، وكالعاده بيبقوا مش مصدقين اللي شايفينه. وبيقولوا له اسمه ايه السحر ده؟ فبيقول لهم ان ده اسمه سحر التحليق، وبيشرح لهم طبعا هو عمل ايه، بس ما بيبقوش فاهمين اي حاجه كالعاده. بس بيقولوا له ان ده مذهل كالعاده. فبيقول لهم مذهل ايه؟ المذهل انتوا لسه هتشوفوه دلوقتي. وبيستخدم شين السحر على نفسه وبيطير، وبيبقى شين سعيد جدا انه بيقدر يطير في السماء. ويعي العيال بيبقوا في حاله من الذهول التام. وبيقول له اوه انت عملت حاجه خارقه للعاده.
فبيقول لهم ده السحر اللي ستور مستخدمه وانا اتعلمته علشان اقدر اواجهه. فبتقول له سيشلي انت مذهل يا شين. وبعد كده في المساء بيقعد شين وسيشلي مع الجد والجده وبيتكلموا عن تفاصيل خطوبتهم زي ما عملوا مع ام وابو سيشلي. وبعد كده بيزور الجد والجده منزل اهل سيشلي مع شين وسيشلي، وبيبقى ابوها وامها ساعدين بين البطلان العظيمان عندهم في البيت. وبتقعد الجده مع اهل سيشلي وبتقول لهم على ان شين مش حفيدها الحقيقي وانهم متبنيينه وانهم لازم يعرفوا الحقيقه دي. فبيقول لهم ابو سيشلي انه زعلان انهم مفكرينه ممكن يرفض الخطوبه بسبب حاجه زي دي، وان هو قبل الخطوبه علشان شين مش علشان هو حفيد البطلين. احنا قبلنا شين علشان هو بيحترم سيشلي وهيحافظ على سلامتها، وهو ده السبب اللي خلانا نوافق. وبتاكد ام سيشلي على الكلام ده، فبتعتذر الجد على فكرتها الخاطئه وبيشكرهم شين على ثقتهم فيه وبيوعدهم ان هو هيحمي سيشلي دايما بكل قوته. وبعد كده بيستعد فريق شين وبيلبسوا الملابس الجديده بتاعه الفرقه، وبيقول لهم شين ان الملابس شكلها ملائم ليهم كلهم، وبيبقى السحر ده على سحر شين القوي الدفاعي اللي هيعزز قدراتهم ويحميهم بقوه كبيره. فبيقولوا له يعني كده الزي الموحد بتاعنا من فئه الكنوز الوطنيه مش كده؟ فبيقول لهم ايوه. وبعد كده بيقول لهم شين ان التدريب بتاع النهارده خطير شويه وهو هجومهم على الوحوش الملعونه من الفئه العليا. فبيخاف الفريق وبيطمنهم شين وبيقول لهم ان مفيش قلق عليهم لان مستواهم مرتفع كتير بنسبه كبيره. وبتبقى مي وإيلي زعلانين لانهم مش هيعرفوا يروحوا معاهم التدريب النهارده. فبيقول لهم ان التدريب النهارده هيبقى قتال حقيقي مع الوحوش وده هيبقى خطير. وبتبقى مي زعلانه فبيقرر شين انه يفرحها وبيديها اداه سحر التواصل معاهم عن بعد، يعني عمل لها تليفون من الاخر. وبيقول شين لمي انها تتدرب على الاداه دي لغايه لما يرجعوا، بس الجده بتعرف بالاداه اللي شين عملها فبتزعق من تاني. وبينطلقوا بعد كده للتدريب وبتحس سيشل في الوقت ده بوجود وحش فائق القوه والضخامه وبيبقى اسد ملعون وهو من الفئه العليا. وبيقسمهم شين بعد كده لمجموعات وبيخلي المجموعه الاولى تهاجم الوحش، وفي اللحظه اللي بيقرب فيها الوحش منهم بيضربوا الخمسه هجومهم على الوحش، ومن قوه الهجمه بيخاف الوحش وبيمسحهم من الوجود نهائي وكمان بيدمروا المكان. وبيبقى الفريق مصدوم من انهم هزموا وحش من الفئه العليا بالسهوله دي. وبعد كده بيبدا كل واحد من الفريق بالهجوم لوحده على وحش وبيبيد الوحوش كلها اللي بتقابلهم، وبيبقى الفريق كله متحمس جدا للقتال وبيبقى شين سعيد جدا بده. وبعد كده بيجي وبيقول لشين ايوه يا عم انا متحمس لحفل الخطوبه بتاعتك. وبيعدي اليوم وبيجي يوم الخطوبه وبيلبس شين بدلته وسيشلي بتلبس فستانها وبتصطحبهم الام بعد كده لقاعه الطعام لبدء الخطوبه، وبيبقى الكل سعداء جدا ليهم وبيحتفلوا بحضور الملك بالخطوبه. وبعد كده بنلاقي ان الفريق كله اتعلم سحر التحليق وفعلا بيجربوه وبيبقوا سعداء جدا لانهم طايرين، وبنفهم ان الفكره ان شين القى عليهم سحر التحليق. وبعد كده هم بيستخدموا سحر الرياح علشان يطيروا براحتهم، وبيبقى شين سعيد انهم حلقوا في السماء واتقنوا ده كويس. وبتقول له مي انها هي كمان عاوزه تجرب سحر الطيران ده. وبعد كده بيستخدم شين الاداه الجديده اللي عملها زي الميكروفون علشان ينده عليهم علشان ينزلوا من السماء، وبيتكلم الاصدقاء ان الاداه دي هتبقى مفيده جدا قدام. فبيقول ثور انها هتبقى مفيده في حفل التتويج للامير، وبتبقى مي مستعجله جدا وبتندههم وبتقول لهم يلا بسرعه انزلوا علشان نقدر نطير احنا كمان. وبعد كده بنروح لقلعه الوحوش الملعونه وبنعرف فيها من ستورم ان اخر مدينه وقعت خلاص وكل المدن والقرى جوه اقليم الامبراطوريه خلصوا منهم. وبتقول مساعده ستورم ان فريق الشياطين اللي بيقودوا زيست هاجم القوافل الموجوده في الطريق علشان يقطع كل امدادات الطعام ليهم. وبتقول لنفسها ان ستورم بيكره نبلاء الامبراطوريه جدا، بس لما عمل كل الحاجات دي بطريقه غلط بقت في ضحايا كتيره، وبتسال نفسها هو ليه يتمادى للحد ده. وبعدها بيروحوا لغرفه العرش وبيتكلم ستورم مع التابعين بتوعه وبيقول لهم ان بفضل المجهود اللي بيعملوه قدروا انهم يتمكنوا من قياده الامبراطوريه للخراب ودي فرصه هائله بالنسبه ليهم. ولما بيسمع التابعين بتوعه كده بيصرخوا من الفرحه وبيحيوه، فبيسالهم طيب احنا لازم نعمل ايه بعدها؟ وانا كمان هدفي من الاول ان اخلص من الامبراطوريه بس مفيش حاجه اقدر اعملها دلوقتي. فبيتصدموا من اللي بيقولوا وبيقولوا له احنا لازم نستمر ونغزو الاراضي اللي جنبنا. فبيسالهم طيب احنا ليه لازم نعمل حاجه ممله زي دي؟ فبيقولوا له احنا بالعدد الكبير ده ممكن اننا نشكل مملكه الوحوش الملعونه بتاعتنا. بس ستورم مش بيهتم وبيقول له انت حر في انك تتابع الطموحات اللي بتحلم بيها بس انت مالكش دعوه انك تفرض رايك علينا. فبيقول له واحد من اللي موجودين طيب خلاص انا هعمل كده لوحدي. فبيرد عليه ستورم وبيقول له طيب ما كنت تعمل كده من الاول، على العموم انا ماليش دعوه في اختيارك. بعدها بيتكلم مع باقي المجموعه اللي موجودين وبيقول لهم انتوا كمان عندكم الحق انكم تعملوا اي حاجه انتوا عايزينها وانا مش هقول حاجه. وبعد ما بيمشي بمجموعه كبيره منهم بيسالوا النائب بتاعه اذا كان متاكد في السماح ليهم انهم يمشوا، فبيرد عليهم وبيقول لهم ايوه ده مش مهم بالنسبه لي، بعد كده انا اصلا حققت الهدف بتاعي وقدرت ان انا اطيح بالامبراطوريه، ممكن اخليهم يعملوا اللي هم عايزينه دلوقتي. ساعتها بتساله المساعده بتاعته طيب هو انت ليه عندك اصلا عداوه ضد الامبراطوريه؟ وانا سمعت قبل كده انك كنت في يوم دوك في الامبراطوريه وكان بينك وبين انك تبقى الامبراطور حاجه صغيره. فبيقول لها ياه هو انا ما قلتلكيش قبل كده؟ طيب على العموم ما دام انت ذكرت الموضوع يبقى هقول لك على الموضوع. والموضوع بدأ من زمان معايا لما كان اسمه اوليفيرا وكان من سنتين. وبنشوف ساعتها ستورم وهو في حقل كبير من الخضروات وبيكون مهتم بالتفاصيل الصغيره في الزراعه وباين عليه انه انسان طيب، وبنعرف انه كان ليه فضل كبير في الزراعه
لدرجه ان بسبب الزراعه ازدهرت، وكمان بقى فيه ايدي عامله كتيره في الاماكن الريفيه. ساعتها بيساله زميله وبيقول له انا كنت عايز اقول لك قبل كده، انت ليه بتحب تعامل الناس العاميه بالطريقه الطيبه دي؟ فبيقول له انا كان عندي قاعده وانا صغير، كنت دايما عايز ان النبلاء يكون ليهم النصيب الاكبر في البلد، بس قبل كده وانا في طريق سفري لما كنت شاب خدت صدمه كبيره في بلد اجنبيه. بعكس الامبراطوريه بتاعتنا، البلد ما كانش فيها نظام الاستعباد، وحتى العاميه فيها بيعيشوا حياه جميله ومرتاحين ماديا. وانا لما اكتشفت الاختلاف ما بين الناس العاميه هناك والناس العاميه اللي في الامبراطوريه بتاعتنا، ادركت ان ده هو اللي لازم يبقى عليه المستقبل بتاع الامبراطوريه. وبعد كده بنشوفه وهو في القصر بتاعه وبيكون قاعد في المكتبه بيقرا شويه كتب، فبتدخل عليه مراته وبتقترح عليه ان هو يستريح شويه النهارده، وبتقول لي ان دي حاجه جميله فعلا انك عمال تشتغل علشان الشعب بتاعك، بس انت مش مركز على صحتك خالص. وبتكون مراته دي اسمها اريا وبتكون حامل، فبيقوم لها ستورم وبيقول لها لا، انت اللي لازم تركزي على صحتك اكتر مني، واللي في بطنك ده هو الكنز اللي تباركنا بيه. وبعد كده بنروح لمكان تاني وبنشوف واحد اسمه فون وهو بيتكلم مع مجموعه من الناس حواليه، وبيطلب منه واحد منهم انه يستدعي اوليفيرا لعاصمه الامبراطوريه، وده علشان هو مسبب مصدر ازعاج ليه. فبيوافقوا اللي حواليه على قراره وبيقولوا ايوه طبعا هو مصدر ازعاج لينا، لان في مجموعه كبيره من الناس العاميه بيمشوا من الاقليم بسببه، وبيكون باين عليهم متعصبين جدا من الحوار ده. وبيكمل فون كلامه وبيقول ان هو لو استمر يساهم بالفلوس عشان الامبراطوريه هيبقى اكبر الضامنين فيها وهيبقى الامبراطور في الاخر. وبيكون اللي معاه مش راضيين على الحوار ده، لان ده لو حصل هينفذ قوانين لصالح الناس العاميه، ودي حاجه مش عاجباهم خالص. ساعتها بيقول لهم فون ان هم يخلوه في العاصمه على قد ما يقدروا، ومش مهم الحجج اللي انتم بتقولوها دي. وبعد كده بنروح لبيد ستورم الغلبان، وبيكون فرحان ساعتها انه لقى رساله من التنانين وبيقولوا له فيها ان هم عايزين يسمعوا الافكار اخيرا. فبتبارك ليه مراته على القرار المفرح ده، بس بتستغرب لانهم وافقوا كده مره واحده، وبتساله عن السبب. فبيقول لها ان في الفتره الاخيره الايرادات الضريبيه قلت عندهم، ودي هي اكتر حاجه عجبتهم، ولو استمر الموضوع ده المساهمه في الامبراطوريه هتزيد بنسبه كبيره، واكيد المساهمات الاخيره هتجردهم من اللقب بتاعهم. وبعدها من المحتمل انهم يقرروا يعملوا اللي يقدروا عليه. وبرضه انا قرات في الرساله انهم بيقولوا انهم هيعملوا اجتماع في العاصمه قريب جدا، وعايزين منه انه يرشدهم في اداره الاقليم. فبتساله مراته اذا كان متاكد من الموضوع، وبتقول له انا فاهمه ان في شويه نبلاء بيشوفوا انك عندك الايدي الكبيره في الموضوع، وممكن يكونوا بيخططوا انهم يعملوا حاجه وحشه ليك. فبيطمنها وبيقول لها ما تخافيش، انت عارفه ان انا قوي جدا في السحر ومحدش هيقدر عليا فيه، وانا كمان لما كنت صغير قضيت وقت كبير في اصطياد الوحوش الملعونه، فحاجه زي دي مش هتكون مؤثره جدا ليا، ومش هيقدروا انهم يختلوني بسهوله. فبتقول له مراته صياد وحوش مين يا عبيط، ده انت كنت صياد لمده شهر واحد بس. فبيقول لها خلاص كتمي بقى على الموضوع، وبيقعدوا يضحكوا مع بعض شويه. وبعد لما بيخرج في طريق رحلته بتكون مراته عماله تبص عليه من الشباك وبتتمنى انه ما يحصلش ليه اي حاجه وحشه. وبعد كده في القريه بنلاقي ان في شخص ضايع فيها، وبنعرف ان ده تاني شخص يحصل فيه الموضوع ده. والمشكله ان كل الناس اللي مفقودين دول بيكونوا نساء واطفال، وبيكون الموضوع ده مش بيحصل في المنطقه دي بس، لا ده كمان بيحصل في كذا منطقه. وبيوصل في الوقت ده مجموعه من الشرطه العسكريه من العاصمه للناس، وبيتكلموا معاهم على الموضوع الاختطافات اللي حصلت من فتره قريبه. ولما بيسمعوا الناس ان الشرطه بتقول ان في اختطافات فعلا حصلت بيتصدموا، بس الشرطي بيقول لهم ان هم يوطوا صوتهم، وبيعرفهم ان في معلومات كمان عندهم بتقول ان الاشخاص اللي بيتم اختطافهم بيتم بيعهم كعبيد بعدها. وبيسالهم اذا كانوا سمعوا اي حاجه عن الموضوع ده. وبعد كده بنلاقي ان دي اصلا كانت كلها خطه من فون علشان يوقع اوليفيرا، واول حاجه في خطته كانت انه يخطف شويه ستات واطفال من القريه ويدبس فيها اوليفيرا، وبعدها يبعت شويه من رجال الشرطه علشان يتهموا اوليفيرا بالموضوع. طبعا هو مش بيكون موجود ساعتها علشان يقدر يدافع عن نفسه، والناس في الوقت ده بتكون عماله تتكلم عن الموضوع بس بيكونوا لسه مش مصدقين. وفي الوقت ده بيكون اوليفيرا خلاص قرر انه يرجع البلد بتاعته علشان يشوف مراته اللي وحشته، وبيكون فون في الوقت ده بيجهز انه خلاص يخلص على اوليفيرا، وبيحط مجموعه من النساء اللي مختطفين في عربيه ومحطوط عليها اسم اوليفيرا، وبيخلي المزارعين تقبض عليهم. وفي اللحظه دي بيكون المزارعين كلهم اتعصبوا جدا عليه، والقرار انهم يمسكوا النار في ايديهم ويروحوا على البيت بتاعه. وبعد ما بيروحوا على البيت بتاعه بيبداوا انهم يولعوا فيه، وفعلا بيولعوا في بيته وبيقتلوا مراته، ومش بيفضل عايش من الحوار ده كله غير اوليفيرا. ولما بيروح يشوف الحريق عند بيته بيتصدم من اللي قدامه، ولما بيروح عند مراته بتكون خلاص ماتت، فبيعيط وبيقول للناس اللي حواليه طيب هي دي جزاتي علشان كنت بعاملكم بطريقه كويسه انكم كمان تقتلوا مراتي وابني اللي لسه ما اتولدش؟ وبيقولوا له المزارعين انت خطفت الستات اللي في القريه. فبيفهم اوليفيرا ساعتها ان كل اللي حصل ده كان مؤامره عليه، وبيكون متعصب ساعتها وبيقسم انه هيدمر المملكه باللي فيها، وبيعمل تعويذه قويه جدا وبيقتل كل اهل القريه في ثواني. ودي بتكون هي قصه ستورم. ونرجع بعد كده لزيست، وبيكون زعلان لان ستورم خلاص فقد هدفه وما بقاش عنده اي حاجه يعملها في حياته، وساعتها بامر واحد بينبهه انه يروح مع الوحوش الملعونه اللي مشيت، وده طبعا علشان يدافع عنهم ويحافظوا على قوتهم.
وبعد كده بنروح للمملكه في الوقت ده، وبيكون الملك بينصب اوغ ان هو ولي العهد الجديد، وطبعا هو بيستحق كده الصراحه. بس في الوقت ده بنلاقي ان في واحد من الفرسان داخل عليهم بسرعه، وبيقول لهم ان في جيش من الوحوش الملعونه داخل عليهم، وفجاه بيدب الرعب في قلوب كل الناس اللي موجودين في المكان. بس اوغ اتكلم بصوت عالي وبيقول انه هيقدر انه يسيطر على الموقف، وبيقول للناس ان في فرق مخصصه علشان يحاربوا الوحوش الملعونه، وهم طبعا كانوا متدربين تحت اشراف شين حفيد البطلين وهازم الشياطين. ساعتها بيتكلم شين مع الناس وبيقول خطاب حماسي علشان يشجعه، وبيقول لهم ما تخافوش ومفيش اي حاجه تقدر انها تاذيكم. ولما الجماهير بتسمع كده كلهم بيهتفوا لشين وبيكونوا فرحانين، وساعتها بيعمل شين اسم الفرقه بتاعته وبتكون اسمها الصحراء القصوى، وبعدها بيعمل حركه حماسيه كده وبيستخدم سحر الطيران على كل اصحابه وبيخليهم يقدروا انهم يطيروا في السماء. ولما الجماهير بتشوفهم وهم بيعملوا كده بيتحمسوا اكتر وبيكونوا واثقين انهم في حمايه الصحراء دول. وبعد كده بنشوف جيش الوحوش الملعونه وهو بيقرب من القلعه، وبيلاحظ الناس والحراس اللي موجودين فوق القلعه انهم قربوا منهم جدا وبيكونوا متكونين من مجموعات كبيره. ساعتها بيأمر القائد انهم ياخدوا موقعهم ويستعدوا للدفاع، وبيطلب من واحد من جنوده انه يبعت استغاثه لمملكه ارلس هايد فورا. بس الموضوع بيقعد فتره على ما توصل التعزيزات. ساعتها بيكلم القائد الجنود وبيقول لهم ان هم يحرسوا الجدار بكل اللي عندهم وما يسمحوش لاي مخلوق ان يدخل للمدينه ويأذي المدنيين، وبعدها بيشغلوا الادوات السحريه علشان يحمي السور من هجمات الناس الملعونه دي. وبعد كده بنشوف شين وهو طاير مع اصحابه وبيتكلم مع اوغ وبيكون متضايق منه لانه لما طلب منه يخترع اسم للمجموعه ما كانش مستعد انه يعمل كده وجاب اي اسم على دماغه، وبيكون متضايق لان الاسم العبيط اللي هو اختاره تلاقيه دلوقتي انتشر في كل انحاء المملكه. ساعتها بيعرفهم واحد من صحابه انهم قربوا على الحدود، ولو هم كانوا مشوا المسافه دي بالعربيه كان الموضوع هياخد منهم ايام، بس هم ما قعدوش اكتر من كذا ساعه. وبتكون البت ماريا متوتره من انهم هيواجهوا الوحوش الملعونه، بس شين بيطمنها وبيقول لها ما تخافيش انت دلوقتي بقيتي اقوى بكتير من الوحوش الملعونه. ساعتها بيوجه كلامه لفيشل وبيقول لها انا عايزك تعالجي المرضى، وبيقول لباقي اصحابه ان هم يروحوا علشان يمنعوا الوحوش الملعونه بكل قوه. بعد كده بنروح جوه مملكه سويد وبنشوف واحده شايله طفله وعماله تجري بيها من الناس الملعونه وهي خايفه جدا، وبنشوف مجموعه من الناس الملعونه وهم عمالين يجروا وراها وبيحاولوا انهم يضربوها بقوتهم الوحشيه، وبتحاول الست دي ان هي تهرب بس هم بيقدروا يحاصروها، والبنت اللي معاها بتكون خايفه جدا وبتبدا انها تعيط، فبتطلب منهم ان هم يبطلوا اللي بيعملوه ويسيبوهم في حالهم، بس هم مش بيسمعوا كلامهم وبيكونوا لسه هيقتلوها. لكن لحظتها بيتدخل شين ومعاه واحد من صحابه وبيضرب واحد منهم ضربه بالطياره 4 متر لورا، فبيزعق له صاحب الشخص ده وبيقول له هو انت مش عارف انت بتعمل ايه؟ ده انا مش هسيبك خالص، وبيطلع السلاح بتاعه وبيقول ما تفتكرش ان واحد بشري بسيط زيك يقدر انه يعمل اي حاجه لينا، احنا الوحوش الملعونه. وبيكون هيستخدم القوه السحريه وبيكون عايز يهجم على شين، بس لما بيشوف ان شين بيجمع قوه كبيره وبيقوم عليه بيقلب بطه بلدي، وبعدها شين بيخلص عليه، وبعدها بيقعد يتريق على الوحش الملعون ده وبيقول له دلوقتي انت حسيت بشعور الهزيمه على ايد بشري بسيط زيي. وبعدها بيوجه شين كلامه للبنت وامها وبيسالهم اذا كانوا كويسين ولو عايزين مساعده، بس هم بيطمنوه ان هم كويسين وبيسالوه انتم مين بالظبط وايه اللي بتعملوه هنا، فبيعرفوهم ان هم قوات دعم من مملكه ارلس هايد وبيطمنوهم انهم يقدروا يمشوا دلوقتي ومفيش حد هيتعرض ليهم. وبعد لما بيمشوا بيشوف شين الدمار اللي حصل في المدينه وبيكون متعصب جدا من اللي عمله كده، وبنلاقي بعدها اوغ طالع على مكان عالي وبيتكلم مع سكان مملكه سويد وبيقول لهم انا ولي عهد مملكه ارلس هايد واسمي الامير اوغ، وبيقول احنا اكتسبنا القوه اللازمه علشان نيجي نحميكم ووصلنا للارض دي، ما تخافوش انتوا تقدروا تطمنوا دلوقتي واحنا هنتعاون مع الحراس الملكيين بتوعكم وهنطرد الوحوش الملعونه من المدينه. وبعدها بيوجه كلامه للوحوش الملعونه وبيقول لهم انما انتم بقى مصيبتكم مصيبه، وده علشان احنا عندنا في صفنا رادع الشياطين البطل شين. وما بيسمع الناس منه الكلام ده بيتحمسوا جدا وفعلا بيتمسكوا بالامل. وفي الوقت ده بنشوف ملك مملكه سويد وهو عمال يتفرج على اوغ وبيكون فرحان ان التعزيزات وصلت ليهم. وبعد كده بنلاقي شين بيوزع المهام على اصحابه وبيطلب من سيشل انها تروح علشان تنقذ المصابين في المدينه، فبتوافق وبتقول له ما تخافش انا هقدر انقذ اكبر عدد اقدر عليه، وقبل ما يمشي بتقول له وانت كمان خلي بالك. وفي الوقت ده بنلاقي واحد من الوحوش الملعونه عمال يراقب شين وبيسأل نفسه ايه هي مقدار قوة الشخص ده. وبعدها بنشوف 2 من صحاب شين رايحين علشان يقتلوا واحد من الوحوش الملعونة، وبيبدأ الوحش يتريق عليهم وبيقول لهم انا ما كنتش اعرف ان هتقاتل مع شوية عيال صغيرة، فبتتعصب البنت عليه جدا وبتكون عايزة انها تضربه، بس صاحبتها لين بتمنعها في اخر لحظة وبتفكرها انها مش بتعرف تتعامل مع اي موقف وهي متعصبة، وبتفكرها انها برضه بتتعامل مع وحش ملعون، فبتحس البنت بغلطها وبتقول لها خلاص انا هقاتل بشكل كويس من هنا ورايح، بس بتقول لها مين تقاتلي مين يا عم، خلاص انا خلصت عليه وقدرت ان امزج
دمج الرمل مع الميه وخلصت عليه بسرعه. وفي الوقت ده بيسمعوا مره واحده صوت صريخ واحد من الفرسان، ولما بنروح نشوف فيه ايه بنلاقي واحد من الوحوش الملعونه عمال يعذب في فارس، بس ساعتها بيسيروه الاثنين البنات وبيقدروا انهم يخلصوا عليه بسرعه. وبعدها برضه بيروحوا على شويه الوحوش الملعونه وبيقدروا برضه انهم يخلصوا عليهم بسهوله. وبنلاقي ان في شويه من الشياطين راحت على المستشفى اللي بيتعالج فيها سيشلي علشان يقضوا على الناس اللي فيها، بس شين كان في الوقت ده عامل حسابه وامر اتنين من صحابه انهم يحرسوا المستشفى بكل قوتهم، وفعلا بيقدروا انهم يخلصوا على الشياطين برضه بكل سهوله. وبرضه في الوقت ده بيكون شين ماسك الوحوش الملعونه ومش حللهم ومش سايب اي حد فيهم غيره وهو بيقتله، ومحدش فيهم قادر انه يعمل معاهم اي حاجه. وبيكون الوحش الملعون اللي كان عمال يراقب شين مصدوم من قوته الكبيره ومش عارف هو هيقدر يتصرف معاه ازاي، ده مفيش حد قادر ان هو يتقاتل معاه اصلا، وطبعا بيكون بسبب كميه الطاقه السحريه الكبيره اللي عند شين. وبعدها بنروح لاوغ وماريا وهم بيقاتلوا واحد من قاد الشياطين وبيحاولوا يتكلموا معاه علشان يعرفوا منه اي معلومه، بس مش بياخدوا منه اي حاجه. وبتحاول البنت انها تهجم عليه بسرعه بس من غير اي فايده، وبيهجم الوحش الملعون تاني على ماريا بس البدله بتاعتها بتقدر انها تحميها، فبتتعصب البنت ساعتها وبتهجم عليه بكل قوتها بس بيقدر انه يتفادى الضربه دي. ساعتها اوغ بيبص على ماريا كده وبيتفقوا انهم يهجموا عليه مع بعض، وفعلا بيبداوا انهم يهجموا عليه مع بعض، وده بيؤدي انه يكسر الحاجز السحري اللي عليه. وبيكون لسه هيتكلم بيلاقي اللي خارق قلبه من ورا ومش بيلحق يعمل اي حاجه. وبيكون الملك سويت في الوقت ده اطمن شويه وبيقول شكل كده القتال بيجيب اخره واحنا اتصرفنا. وبنشوف في الوقت ده زيست وهو بيراقب المعركه من بعيد وبيقول شكل كده هعيد حساباتي لما شفت قوه شين. وبعدها بيقرر انه هيجمع الوحوش الملعونه كلها وهينسحبوا، بس ميرا مش بيقرر معاه نفس القرار وبتكون عايزه تقاتل شين. ومره واحده بنلاقيها بتسيح البوابه اللي قدامها وبتبعدها عنها بسرعه وبتقول تعالوا نشوف انتم هتعملوا ايه قدامي يا بشر انتوا. وبنروح بعد كده على سيشلي وهي بتعالج المصابين في الحرب وبيكون في عدد كبير منهم لكنها بتقدر انها تعالجهم كلهم، ولكنها مره واحده بتلاقي واحده غريبه جايه عليها وبتطلب منها انها تعالج جوزها بسرعه. ولما بتروح هناك بتلاقي جوز الست دي عمال ينزف بطريقه شديده جدا وبتكون حالته صعبه على الاخر. ساعتها بتطلب منها مراته انها تنقذه وبتقعد تتوسل ليها وبتقول لها انها تعمل لها اي حاجه علشان تنقذه، وطبعا سيشلي بتوافق انها تعالج الراجل ومش بتسيبه. وفي الوقت ده بيكون شين مصدوم من قوه ميرا السحريه وبيقول واحد من الفرسان انها في مستوى مختلف خالص من اي شخص موجود في ساحه المعركه دلوقتي. وبتكون ميرا لسه هتهجم عليهم بس في اللحظه دي بيتدخل اتنين البنات الصغيرين وهم بيعرفوا انهم يصدوا الضربه وبيزعقوا للجنود اللي وراهم وبيقول لهم ان هم يمشوا من هنا دلوقتي ولو ما سمعوش كلامهم هيكونوا عبء عليهم. وبعدها بيقعدوا يقاتلوا مع بعض وبيهجموا كذا هجمه سحريه لدرجه ان أليس بتوقع المبنى اللي قدامها من قوتها السحريه بس مش بتلحق تكمل الهجمه بتاعتها، وبتلاقي ميرا بتهجم عليها من وراها بس هي بتعالج نفسها. لكن ميرا برضه بتتدخل وبتعرف انها تهزم أليس وبتمسكها كدرع علشان ليه ما تقدرش تهجم عليها. تقعد بعدها تتريق عليهم وبتقول ان الاسلوب القتال بتاعهم ضعيف جدا. وبعدها بنشوف الوحش اللي كان بيراقب شين وهو بيلاحظ ان في تعزيزات وصلت وبيسال نفسه اذا كان ده هو السيد زيست، وبيعرف ان دلوقتي الموضوع بقى في صفهم وبيأمر كل الوحوش الملعونه انهم يتراجعوا دلوقتي وبيأمرهم بكده. ولما بيسمع مجموعه من الوحوش كده بيتضايقوا شويه وبيسالوا هم ليه لازم يتراجعوا، وقبل ما يلحق واحد منهم يكمل كلامه بيلاقي فيه هجمه عليه وبتقتله، وبيكون اللي عامل كده هو شين. فبيحاولوا باقي المجموعه انهم يفلتوا من شين وبيجروا بكل قوتهم بره المدينه، بس شين بيكون عليه وعلى اعدائه وبيهجم عليهم حتى وهم بيجروا وبيقدر ان هو يخلص على جزء كبير منهم، بس بيكون فيه عدد صغير قدر انه يهرب ولسه بيكون هيخلص عليهم. فبيلاقي ان فيه هجوم قوي جوه المدينه وبيعرف ان الاهم دلوقتي انه يروح عندهم. وفي الوقت ده بتكون ميرا لسه حابسه أليس وبيحاول اتنين تانيين من صحابهم انهم يساعدوهم بعد ما كانوا بيراقبوها من بعيد، بس لما بيقرروا انهم يتدخلوا بتقدر ميرا انها تغلبهم بسهوله وبتكون لسه هتخلص عليهم كلهم. بس قبل ما تبدا تعمل اي حاجه بتلاقي ان شين ظهر قدامها وبيأمرها انها تقف حالا. ولما بيشوف شين صحابه واقعين على الارض ومتصابين فبيتعصب جدا وبيكون عايز انه يقتل البت ميرا. وبتصحى في الوقت ده ليه من غيبوبتها وبتقول لشين خلي بالك البنت دي مش مبتدئه خالص في استعمال السحر، فبيطمنها شين وبيقول لها ما تخافيش انا كمان مش مبتدئ زي ما انت عارفه، وبيوجه بعدها كلامه ليوري وبيطلب منها انها تهتم بالباقي. ساعتها بيبدا في الهجوم على ميرا وبيكون واضح من الاول ان التفوق القتالي لشين وبتعرف ميرا كده، فبتحاول انها تلاقي اي فرصه علشان تستغلها. وفعلا بتلاقي مجموعه من صحاب شين موجودين وبيحاولوا انهم يساعدوه، فبتستغل كده وبتهجم عليهم مره واحده وبتبعدهم عن طريقها علشان تقدر انها تهرب. بس شين مش بيرضى انه يسيبها تجري كده بعد كل اللي عملته وبيستخدم سحر التعزيز بتاعه علشان يجري وراها. وبتكون ميرا في الوقت ده عايزه تفجر المكان على اللي فيه، ولما بيلاحظ شين كده بيأمر واحده من اصدقائه انها تعمل حاجز سحري وتحمي باقي اصحابها. ولما بيخلص الهجوم ده من عليهم بيكونوا كلهم كويسين بس البت دي بتقدر تهرب في الاخر. وبعد ما بيخلص الموضوع بيتكلموا على ميرا وبيقولوا عليها انها قويه جدا فعلا ومن المحتمل انها جنديه سابقه او صياده حتى، وبيسالوا هو ايه كان الهدف من الهجوم ده اصلا. وبعدها بيتفقوا انهم يبداوا يدوروا على الوحوش الملعونه وبيقول لهم اوغ انهم يخلي بالهم من نفسهم وما يحطوش نفسهم
في مواقف خطره. وبنروح بعد كده للمجموعه اللي قدرت تهرب من الوحوش الملعونه، وبيكون منهم الولد اللي كان بيراقب شين، وبيتكلم ساعتها مع ميرا، وبيعرف منها ان زيست كان عاوز منها انها تعمل فرصه ليه. وبيكون الوحش الملعون ده متضايق لان شين وباقي اصحابه كان عندهم قوه هم مش متوقعين خالص انها تبقى عندهم، وكمان هم خسروا جنود كتيره في المعركه دي. وبنلاحظ ساعتها ان ستورم كان عمال يراقب كل اللي بيحصل من فوق، وكان بيشوف كل حاجه من الاول. وبعد كده بيروح شين واوغ على المكان اللي بيكون فيه المصابين، وبنشوف بعدها سيشلي وهي بتحاول تعالج جوز الست دي، بس بيكون باين ان الموضوع صعب عليها وهي مش قادره تعمل كده خالص مع انها بتحاول بكل قوتها. ولما بتعرف ان مفيش حاجه تقدر تعملها بتبدا انها تعيط، وبتعتذر للست دي وبتقول لها مع الاسف مش قادره اعمل حاجه ليه، وسحر الشفاء ما بيقدرش يعالج كل حاجه. وفي الوقت ده بيظهر شين وبيقول لها انت كده مش هتقدري تساعديه يا سيشلي، وسيبيني انا ممكن اقدر اتعامل معاه. ولما بيبدا شين انه يحاول يعالج الراجل بيستغرب من ان هو لسه عايش اصلا، وبيكون الفضل في ده راجع لسحر الشفاء بتاع سيشلي. وفعلا بعدها بشويه بيقدر انه يعالج كل جروح الراجل، وبيكون تنفسه استقر خلاص. وبعد ما بتسمع مراته الاخبار دي بتفرح جدا وبتشكر شين على اللي هو عمله مع جوزها. وبعدها بفتره بيروح شين وباقي المجموعه بتاعته عند الملك سويد وبيقعدوا مع بعض شويه. ساعتها بيسال اوغ الملك وبيقول له انا في حاجه مش فاهمها في هجوم الوحوش الملعونه المره دي. واحده من الحاجات دي ان شويه من الوحوش الملعونه كانوا موجودين في هجوم الامبراطوريه، بس بعدها على طول ما كانوش موجودين هنا. وبيكون اوغ حاسس ان الهجوم ده عباره عن هجوم مضلل ليهم، بس مش بيكون في اي هجوم تاني في اي حته. وبعدها بيقول للملك انه عايز يعمل تحالف ما بين الدولتين ويعملوا جبهه قتاليه موحده، فبيوافق الملك وبيقول له تمام احنا نتناقش في الموضوع ده برضه. وبعد كده بيرجع شين وباقي اصحابه للمملكه بتاعتهم، وبيلاقوا ترحيب حار من اهالي المملكه والحراس. بعدها بيتكلم اوغ مع ابوه وبيعرفه انه عنده تقرير عن الحادثه دي لازم يقوله. وبعد ما بيقعدوا في الغرفه الرئيسيه بيفهم الاب ان الملك سويت قبل بالعرض ده، وبيطلب اوغ من ابوه ان هو يكون المتفاوض الخاص مع الدول الثانيه، وبيقول انا امير وعضو في الصحراء ودي هتكون حاجه من السهل بالنسبه ليا ان اقعد على طاوله المفاوضات. فبيوافق ابوه طبعا على العرض ده. وبعد كده بيتكلم شين مع جده وجدته وبيقول لهم انتم لازم تروحوا معاهم علشان تشوفوا العالم براحتكم. وبنروح بعد كده لمملكه الوحوش وبيتكلم ستورم مع زيست وباقي اعوانه وبيقول لهم مش انا حذرتكم قبل كده وقلت لكم انكم تسيبوا شين براحته؟ فبيعتذروا ليه على اللي هم عملوه وانهم عملوا شغل وحش جدا. فبيقول لهم ليه انتوا بتعتذروا؟ اصلا انا كنت عايزكم تعملوا كده من الاول. وبعد كده بنشوف الملك وهو بيودع اوغ ابنه، وبرضه شين وهو بيودع جده وجدته. وبعد ما بيخلصوا السلام على بعض بيتكلم اوغ مع شين وبيقول له يلا بقى الوقت جه. وفعلا بيستخدم شين سحر الطيران عليهم وبيطير بيهم في السماء على طول.